السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فودكاست، البودكاست المتخصص في عالم الأكل والمطاعم وكل ما يخص بطنك ومزاجك. ستجده هنا. ما أعتقدش بزنس صغنون كده. معكم اليوم حلقة مميزة لأن فيها عالم الرواق، عالم الكيف، عالم البزنس، وبعض من السياحة. مش هنشوف برضو في سياحة ولا مفيش سياحة في اللي احنا فيه دلوقتي النهاردة كده. معنا ومعكم اليوم صاحب واحد من البراندات اللي انا بحبها الصراحه. براندين انا بحبهم مش براند واحد. الاتنين بيتشربوا والاتنين فيهم كيف. ضيف هذه الحلقه سافرنا انا وهو مع بعض ايطاليا. يعني عشنا هناك 4 5 ايام. احنا سوقنا عجل تحت المطر، والله العظيم 3. الراجل ده اداني الكريدت كارد بتاعته، حطها عندي على الموبايل، كنت ممكن اوديه 60 دقيقة. معنا ومعكم اليوم مستر كريم. عمرو، ازيك؟ ايه ايه الاخبار؟ الاخبار؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله حلو. منورنا. تعرف ان انت الوحيد اللي الكريدت كارد بتاعتي ريديت تقبل تنزل عنده في الابل باي؟ النية. والله لحد النهارده بحاول انزلها عند مراتي ما نزلت. الحمد لله، ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. الحمد لله. ازيك؟ ايه عامل ايه؟ الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد وحشني. لله، وانت والله يا ريس. كنا عايزين نعمل الحلقه دي من فتره، نظبطها، دي حقيقة. وما كانش جات فرصه، واعياد وانشغالات وسفر. انا هقول برضه عشان نختصر شويه الموضوع، عشان ما نسيبش الموضوع فيه سسبنس. كريم هو صاحب كرك بوي. براند الكرك طبعا من اسمه المعروف جدا. وبراند كيمبو ايجيبت، مستورد والوكيل الرسمي لكيمبو، قهوة كيمبو الإيطالية في مصر هنا. فاحنا انا محب جدا الصراحة للقهوة. وكمان من يعني تربيتي اللي في الخليج، فعاشق جدا برضو للكرك. فهو يعني صاحب حاجتين انا بحبهم جدا، فالعلاقة بقت يعني جميلة من قبل ما تبدأ يعني. بس في بقى في قصة كبيرة ورا الموضوع، خصوصا ان اصلا كريم يعني هو مش فكرة بقى هو كان مستخدم او كده، هو فكرة ان هو اصلا من ناحية البيزنس هو ازاي عرف بيدير ده ازاي، بيعمل ده ازاي، وازاي اصلا بقى وصل لفكرة ان هو يعني البراند ده بقى جات فكرته ازاي وليه عملوها الى اخره. فدي النهارده القصة نحاول نفهمها مع بعض. ان هو حكاها لي كده على السريع واحنا في ايطاليا بناكل باستا يعني في حتة ما. صح ولا ايه؟ صح، دي حقيقة. نبدأ منين بقى؟ يعني انت رجع لنا بالماضي كده، حاول ادينا نقطة كده نمشي منها كده. نبدأ عشان منين؟ في اسئله كتير هنسالها، بس هنفرش بقى فرشه كبيره قوي. عشان نسال بقى براحتنا بقى، الناس بقى جمعت معانا الفكره. طيب، انا في الاصل مهندس اتصالات، خريج 2010. امم. اشتغلت مهندس سنة، وبعدين دخلت جيش. خرجت من الجيش، كان عندي اخ هو العقل المدبر بتاع العيله، هو اللي بدأ موضوع ان احنا عايزين نعمل بزنس. اوكي. فبدأنا في ساعة الثورة 2011، بفكرة مجنونة ان شركات السياحة كلها اغلبها كانت قافلة. اخويا ابتدى يطلع بره يماركت ان هو عايز ينزل سياحة مصر وقت الثوره. وقت الثورة. و... والله. وعايز اقول لك يعني تمن التذكرة ما كانش معانا، فهي جت بالحظ كده بقى، بتوفيق من عند ربنا وحاجات كتير. وفعلا ابتدى يبقى في صحفيين، في ناس كتير عايزة تنزل مصر. بقى محط انظار يعني، بالظبط. هنبص فيه هناك ايه. في ايه الثوره، ايه عايزين يغطوها، دبلوماسيين عايزين يجوا، الكلام ده كله. فابتدينا، هو موجود هناك واحنا موجودين على الارض، وابتدينا نعمل شركه سياحه. 2012 كان عندنا فعلا اكشوال، يعني كانت الاول هي فكره. 2012 كان في شركه سياحه مرخصه من وزاره السياحه، وفيها اتوبيس، وربنا كرم بقى بعد كده باتوبيسات كتيره، لغايه لما وصلنا للي احنا فيه النهارده. دي كده كانت البدايه. البدايه. امم. بس الشركه لسه موجوده لحد النهارده؟ الحمد لله، واحنا من اكبر نعتبر اكبر شركه موجوده في السوق الصيني، بنسيطر على حوالي الحمد لله حوالي من 60 لغايه 65% من السياحه الصينيه اللي بتيجي لمصر. امم. وكلاء لخط طيران صيني في مصر. ما شاء الله. عندنا 5 مكاتب هناك، وبنشتغل كمان في السوق الامريكي والاسيوي والكوري والهندي. اوه. بس الصيني هو اكتر حاجه مسيطرين فيها. يعني اي حاجه من هوب بوت عايزينها هنجيبها من هناك على طول. كمل كده. بس 2013 اقنعني ان اسافر الصين، وانا ما كنتش مقتنع. انا كنت متخيل الصين دي اطفال بقى قاعدين تحت سلم كده، وقاعدين بيعملوا ساعات وبتاع،
انه وقتها اصلا كانوا بيلفوا على ايوه، عندك البيوت. عروسه ماما، عندك عروسه وتخبط وبتاع. دي حقيقة فعلا، دي كانت بالظبط. فكنت بتعامل ان هي بلد مش اللي انا عايز اروحها يعني يوم ما ربنا كرمني وبقى عندي سيفنج، معايا فلوس ودنيا، فمش هروح اصرفها في الصين. والله الكلمه دي قلتها له، قال لي انا هدفع لك الفلوس لو ما عجبتكش السفريه. انا كنت مم. مسافر 4 ايام، قعدت شهر ونص اغلبهم في شنغهاي، مش عايز ارجع. شهر ونص. شهر ونص، اول سفريه ليا، دي كانت اول سفريه ليا بره مصر، يعني اول حاجه في حياتي، عمري ما الصين. سافرت بره الصين. وهو كان وعدني ان هيقابلني هناك في نفس الوقت اللي انا بركب طياره من هنا رايح على هناك، هو خد طياره ورجع. نزلت بقى، هو وليد بيحب يعلمك عيش بقى مع نفسك. مم. فنزلت، وهو اخويا اللي انا اصغر حاجه، فهو بيحب يدوس عليا شويه عشان اتعلم. فطلعت ولا بقى لغه ولا انجليزي بتاعي حلو طبعا ولا اي حاجه. مم. طلعت هناك، خدت اسوأ تجربه في انك توصل بلد لا انت عارف تتكلم انجليزي، ولا هم بيتكلموا انجليزي، ولا بيتكلموا بقى اي حاجه تانية. فكانت بالاشاره لغايه لما وصلت الفندق الحمد لله. بس بس كانت اكسبيرينس حلوه ليا. من بعدها ما بقتش اخاف من السفر من اي حاجه. فكانت لطيفه. خلاص انت رحت للليفل الوحش، هتروح لاي دوله اه تانية انت بتعرف تتكلم. على الاقل الانجليزي انت بتقعد تخبط شويه. بالظبط. مم. بس جالي كده شوك من الهندسه هناك في شنغهاي بالذات، كميه التكنولوجي اللي موجوده عند الناس دي، وكميه ازاي متطورين ومش عارف ايه. فرجعت قلت انا هوقف سياحه، خلاص احنا بنينا شركه، انا عايز ابقى اعمل ماسترز في الهندسه عشان ابقى مهندس ريكونايزد، يعني ليك اسم غير الشهاده بتاعتك انك واخدها في مصر، فانا اقدر اطلع اشتغل في اي حته. وكنت حابب العيشه بره مصر. طلعت انجلترا، ودرست في 8 جامعه على مستوى العالم في مجال الاتصالات، عملت ماسترز وربنا كرمني وخلصتها، وحسيت ان انا مش عايز اعيش بره مصر تاني. يعني قعدت سنتين مم. 3 لا، انا عايز مصر. ففي مصر عمري ما هشتغل مهندس تو بي اونست، يعني ما مم. حسيتش ان هعرف ادي اللي موجود بره. بس فانا راجع كنت اتعرفت على اصدقاء واخوات ليا هناك، عزمتهم في مصر، وهنا كانت بدايه ان ادخل مجال الاف ام بي. بص ربنا بقى، يعني انت رايح تدرس عشان تبقى مهندس ودنيا وخلاص هترجع هندسه. رجعوا معايا وعرضوا عليا الوكاله بتاعت كيمبو في مصر، هم معاهم الوكاله في الميدل ايست كله. مم. فنزلوا مصر وكانوا بالصدفه بيقولوا لي يعني هنقعد فين الدنيا ايه، فشوفنا شقه في برج ام كلثوم في الزمالك. فبالصدفه والده لما جه عرض علينا ناخد التوكيل بتاع كيمبو. قلت له يا كيمبو ايه ده، انا مهندس بقى ودنيا تعرف الايجو بتاع المهندسين، يعني الحمد لله مش عندي دلوقتي. الناس كلها. الناس كلها. بس نزلنا نشرب لاتيه تحت في كوفي شوب تحت المكان، الاقي كيمبو موجوده وهي ملهاش حد في مصر. ايه ده؟ فبقول له يا عمر، هو والدك قال لنا اسمها ايه؟ قال لي كيمبو. كنت منادي الباريستا، هو اسم ده ايه؟ قال لي ده كيمبو، واحنا المستوردين الوحيدين ليه بنستخدمه استخدام خاص مش وكلاء، هم بيجيبوه. بيجيبوه. فقلت له ايه ده استخدام خاص؟ قال لي بنوزعه على حبايبنا كده يعني. بس قلت له بص، في حاجات انا بؤمن بيها ان هي علامه من وسط مصر كلها قاعد في نفس المكان اللي لسه، يلا بينا ناخد كيمبو. مم. وطلعنا فعلا واتكلمنا مع والده ومضينا العقود، والكلام ده كان في شهر 4 2018. اسسنا الشركه في شهر 9 2018. اول كونتينر دخل مصر تحت اسم الشركه بتاعتنا كان في شهر 1 2019. 2019. بس ودخلت مجال الاف ام بي من خلال كيمبو. من خلال كيمبو. مم. هم كان عندهم فيجن، طبعا الفيجن دي كانت عايزين نوصل بان كيمبو يبقى كيمبو ريستورانت اند كافيه. فخدنا مكان في سيتي ستارز ومول اوف ايجيبت وسيتي سنتر الماظة، وعملنا سنترال كيتشن في التجمع الخامس كبير جدا على مستوى عالي جدا. وبدانا فعلا وابتدينا نورد لمستشفيات الاكل بتاعنا، اذا كانت المستشفيات ديت بقى ما عندهاش كيتشن فاحنا اللي بنعمل عندنا، لان احنا الحمد لله كنا يعني شغالين في الايزو والحاجات دي. وفتحنا المطاعم. و2019 احنا فتحنا المطاعم شهر 11 2019. شهر 3 كانت الكورونا، فما لحقناش طبعا. فالشركه بدات تستنزف جامد قوي. وعايز اقول لك بقى ده علمني كتير في البيزنس في الفتره دي، ان ده بيزنس لسه بيقوم، بيزنس جديد بالنسبه لي في الاف ام بي. فانت كنت بقى عمالي تدور على ريسك مانجمنت، عايز تروح لحاجات مختلفه، تغير مش عارف ايه الكلام ده كله. وضغطنا جامد في مجال الاف ام بي. انا بتكلم دلوقتي بقى لما دخلت مجال الاف ام بي، بس مش بتكلم لا سياحه ولا دنيا، لان احنا غيرنا جلدنا تماما في الجزء اللي بره الاف ام بي.
بس في مجال اف ام بي كنا بنحاول ندي فيه، وربنا ما كرمناش بقى ساعتها في الكورونا واضطرينا نقفل. انت اصلا فكره انك تعمل كامبو ريستورانت دي كان هم اللي قالوا عايزين نعمل كده، ولا انت اللي قلت عايز ابقى؟ لا هم شركاتي اللي كانوا حابين يعملوا كيمب ريستورانت، وهم كان عندهم كمان الفكره موجوده في دبي، ولغايه النهارده على فكره اه موجود في البيزنس باي او حاجه كده، موجود في دبي كيمب ريستورانت اند كافيه. اه. يعني هم كان عندهم الفكره. هو بس في ايطاليا مفيش حاجه في الحته دي. كيمبو في ايطاليا عندهم كوفي شوب. انا قصدي كده. موجود في المطارات، موجود في اماكن معينه از فلاج شيب، اه لكن مش موجود از ريستورانت لا. اه. بس هم كنا بناخد منهم ابروفل احنا هنعمله ريستورانت. وان احنا نعمله ريستورانت، وكنت بتبعت لهم المنيو طبعا، وتبعت لهم الحاجات بتاعت اللوجوز والكلام ده كله. والموضوع زي ما انت بتقول فشل، يعني ما نجحش قوي بسبب حوار الكورونا واللي حصل وكده، ما كانش. بص يعني هو طبعا ما نجحش بسبب حوار الكورونا، ومش هقول برضو ان احنا خدنا خبره كبيره قوي، لان مجال الاف ام بي كان كبير علينا واحنا داخلينه. مم. كان واحد لسه بيتعلم وبيشوف ايه الحاجات الجديده فيه وايه اللي ممكن يعمله وايه اللي العميل عايزه. احنا كنا عاملين حاجه حلوه قوي، يعني مثلا البيكري كان عندنا حلو جدا الكلام ده كله، بس طبعا الحلو دوت مش معنى ان انت عامل حاجه حلوه قوي، يعني احنا كنا عاملين حاجه فعلا بريميوم، كواليتي عاليه جدا. بس برضو كان مين العميل بتاعك؟ تارجت كلاينت. انت فاتح في الدور الرابع في سيتي ستارز، طب عايز توصل مم. بالتارجت كلاينت بتاعك مين؟ فالنهارده كنت بقدم الكرواسون في 2019، لو انا فاكر صح كنا بنتكلم ان الكوست بتاعته معورانا، سوري بقولها لك معورانا كده، وانا ببيعها ب 75 جنيه في 2019 في سيتي ستارز. اوه. ليه؟ لان كنت بستخدم زبده بالكامل، لورباك مش عارف ايه الكلام ده كله. فكانت حته الكلاينت بقى انك تربطه، او الفئه المستهدفه بتاعتك مع الكوست بتاعك مع البرايسنج، كنا لسه بنتعلمها. مم. انت يعني انت عايز فعلا بقى كلمة الكريمة اللي هيجي ياكل الكرواسون بالظبط، بالرقم الكبير قوي ده. بالظبط كده. مم. طيب فانت عايز توصل، وكمان يعني مش بقول برضو ان سيتي ستارز وحش، سيتي ستارز فيه النهارده اماكن حلوه جدا. الدور الرابع عندهم مثلا، الدور الثالث عندهم كل البراندز مش عارف ايه. بس انت النهارده عايز تطلع عميل يجي لك مخصوص يطلع الدور الرابع، ايه السبب؟ هيسيب ليه كاسبران جنبينيز، هيسيب ليه بول، هيسيب الناس دي ويطلع لك ليه؟ طيب ما انت ويروح مديني قصدي ايه؟ ستارز اصلا. بالظبط، ما انا بقول لك بقى. فكانت الفكره دي. طبعا الكورونا بقى كمان غيرت المايند سيت تماما. ديليفري. الدليفري وغير الدليفري، الستريب مول. صح. انا عايز في الشارع، انا مش عايز اخش يبقى فوقيه سقف، مش عايز عايز هوا. عايز هوا بالظبط. فغيرت كل الكونسبت اللي احنا شغالين بيه. والناس اللي قدرت تسرفايف اغلبها في الوقت ده اللي كانت فتحت في الشارع بالصدفه، يعني قبل ما هم يشتغلوا او كانت حتى دراسه منهم. فهي دي الناس اللي قدرت تسرفايف وتصرف على البيزنس اكتر. والناس اللي شغالة اونلاين بقى. بالظبط، دي حاجه تانية. دي كانت الفكره. في المجالات التانية اللي كنا شغالين فيها، احنا خمس اخوات، 4 صبيان وبنت. فكنا شويه بنعرف، عايز اقولها بنقول ايه، يعني شويه بنعرف نغير شويه في حياتنا، ونعرف نعمل دايفرستي بسرعه ونتشينج. فبالصدفه هقول حاجه غريبه، الماسكس اللي كانت على كل البيبان في المولات احنا كانت معانا. اوه. عايز اقول لك، مش عارف اقول عليها بيزنس عشان هو ما كانش بيزنس، بس خلينا نقول ان هي كانت، يعني في التايم ده كانت هي سبوبه. مم. يعني انت شغال دلوقتي، والناس اللي معاك في نيد والناس عايزة، وانت بتعرف بالظبط. تغطيه دلوقتي، فما نعرف نشتغل على الحتة دي انا فضلت سنتين، ده يعتبر اكبر انكم كان موجود في حياتي في الوقت بتاع كورونا، مم. ومن اعلى الارقام اللي كنت بعملها. ومن ساعتها دي فتحت دماغي، انا عمري ما فكرت كده. فتحت دماغي على حاجات كتيره قوي، يعني حاجات انا ما كنتش متخيل انها موجوده، ان في بيزنس احنا او انت كبزنس مان ما بتفكرش فيه، هو موجود حواليك وبيعمل فلوس كويسه، بس انت مش مركز معاه. ما معدي قدامك كده. مم. يعني هدي مثال مثلا، الشخص اللي قاعد بيعمل طباعه الورقه ب 10 جنيه في اماكن من اماكن الحكوميه الزحمه جدا، الشخص ده بيعمل رقم محترم جدا على فكره اخر الشهر. احنا كنا بنعمل ارقام لطيفه يعني. فدي كانت الفكره بتاعتها. غيرنا بقى المجال، عملنا معامل تحاليل كمان، وكنا احنا اللي مسؤولين عن في السياحه، عملنا العزل الصحي بتاع كل الناس اللي مسافره الصين للسفاره الصينيه. اوكي. ودخلنا بقى في ان احنا نعمل التصاريح، وقدمنا على المعامل، وخدنا اماكن في البنزينات، عشان تيجي تعمل التيست بتاع البي سي ار تحت على طول. واشترينا اجهزه بي سي ار من امريكا وروسيا ولا لا كانت يعني غيرنا تماما، فبقينا مختلفين. كنا بنأجر فنادق 3 4 ادوار ونقعد فيهم بقى. يعني مثلا عمرو عايز يسافر الصين، فانت عشان تسافر الصين السفاره بتطلب منك انك تقعد تحت العزل 15 يوم. فعايز احنا بقى مكان. ناخدك من بيتك بعربيه، تعمل التيست، السواق لابس فول سوت، تروح تخش اوضه تعمل لك تيست تاني،
ونحط لك الاكل لمده ال 15 يوم، وانت جوه ال 15 يوم بنعمل لك تحليلين نتاكد ان انت سليم تماما، تطلع معانا في اتوبيس كل الناس لابسه فول سوت على الطياره. فده كان داندي يعني بيزنس غريب، وعمرنا ما تخيلنا ان هو هيجي لنا يعني، بس صدف وفرص جت قدامك فابتدت تتشنج. انا مستغرب بس ان الحاجات كلها مترابطه ببعض. ربنا يعني كورونا، كيمبو، ماسكات، سفر، سياحه، الصين اللي هي اصلا بتاعت كورونا يعني انت طب انت عارف ما الصين دي اللي فتحت لي ان انا اعمل الماسكات. يعني الصين ايه اللي حصل؟ احنا عشان وكلاء خط طيران، فاصحابنا اللي كانوا جايين من بره بيجيبوا لنا علب الماسكات ال N95 دي كانت احسن من شوكولاته، حاجة. اعلى شوكولاته في مصر هتدهاني. صح. فتخيل ان انا جايب لك بقى دي هديه في ايام الكورونا الاولانيه كمان. فكانت غريبه قوي. فاديتها للمديرين والليسنج مانجر الموجودين في المولات اللي اعرفهم في مصر، اذا كان بقى سيتي ستارز، كايرو فيستيفال، مول العرب، ايا كان، يعني اصحابي كلهم والناس القريبين مني عادي والله، يعني مدينها عادي جدا. فاول حد افتكر ان انا عندي مصنع كمامات. انا عايز بقى. فلقيت بعديها باسبوع 10 ايام مكالمه جايه لي: كرايم احنا محتاجينك تيجي تاخد البوابات. يا بابا ايه ده؟ مش انت عندك مصنع كمامات؟ قلت له بس افهم يعني، معلش طب اعملها لنا خدمه. انت متخيل هو بيكلمك اعملها لي خدمه عشان وزاره الصحه طلباها ان انت لازم يكون. طب مش عندك. عارف ايه، ابعت لي بس السجل التجاري من بتوعك وانا هعمل بيه العقد. وخدمه كده نمشي نفسنا اسبوعين. انا في اول يوم ذهلت من الرقم، فقلت لهم ايه ده؟ ده حلو. فابتدينا نعمل بيزنس. طب انت قبل ما نكمل في التفاصيل، انت حاسس ان ان فعلا البيزنس بقى كبيزنس، يعني ممكن تبقى، انا تصوري ده غلط، بس قصدي البيزنس كبيزنس هتحطه كموديل على تجارة، سياحة، اكل، هيظبط؟ هيظبط. بص اصل هو البيزنس عباره عن ايه، او ان انت الفكره ايه. ودايما كان في حد لسه بيتكلم معايا من كام يوم كده، فكره انك لما تعدي ال 40 سنه اكتر فلوس بتعملها في حياتك. سبب ايه؟ انت قاعد 40 سنه بتبني علاقات. لا يعني عامه في اه. الانتشار. لو احنا بنتكلم على مش بتكلم على المينوريتي بقى اللي هم الحبه الصغيرين اللي في اول مثلا 20 سنه 25 سنه بقوا في فوربس 50. لا انا بتكلم ان جنرال. اه. فوق ال 40 سنه انت اكتر فلوس تعملها في حياتك. ما تتضايقش لو انت لسه عند 40 سنه وما عملتش فلوس كتير، اصبر شويه بس اصبر عشان بس الكلام ده يعني هتلاقي. احنا مع بعض. انا عندي 40 احنا سنه مكملين. انا عندي 40 سنه لسه ما عملتش فلوس بس لا بس انت بقالك 40 سنه دي اكتر فتره انت عملت فيها علاقات في حياتك، اذا كانت جامعه، اذا كانت بيزنس، اذا كانت الحاجات دي كلها. فانت العلاقات دي لازم تستغلها. هو البيزنس عباره عن ايه غير ان هي الكونكشنز اللي معاك. انت شاطر انك تعمل علاقات، بس مش كل الناس تعرف تعمل علاقات اصلا. حلو. في حد فعلا قال لي الكلمه دي قبل كده، قال لي هو اكتر بشر هتقابلها في حياتك مجتمعين في حته واحده، اخر محطه هتنزل فيها هي الجامعه. صح. كميه الطلبه الكتيره اللي حواليك والاكتيفيتيز الجامعيه وكل الحاجات دي، ودول هم كلهم بيزر صغيره، يعني كل دول ناس ايه، حاجات لسه بيبدا حياته. مش بتضحك ليه؟ انت في حاجه بضحك عشان افتكرت حاجات في حياتي يعني شويه، فاللي هو ما هو انت لو كنت قابلتني ايام الجامعه وايام الكليه او ايام الثانويه العامه او الثانويه الازهريه لان انا ازهري، ما كنتش هتقول ان ده كرامي اللي قاعد معاك النهارده ولا ايه. اللي يقعد قدام الكاميرا. لا انا شخص بتكسف جدا. كنت مرعب كسوف. مرعب. وبعدين حاجات كتير، اذا كان اخواتي بقى ضغطوا عليا عشان ابقى بالكوميونيكيشن سكيلز دي، والجزء التاني الحاجات اللي اتعرضت ليها بعد الكليه بالذات. بعد الكليه بالذات يعني يمكن وانا في الازهر كنت يعني بخاف جدا ما اتكلمش مع حد ما بنتش علاقات كتيره في الجامعه. لا مش قوي. مم. مش قوي خالص. هم 4 اصحابي مثلا اللي كانوا موجودين ولغايه دلوقتي على تليفونات، هم دول اللي كانوا يعني بالصدفه قعدنا جنب بعض، وهم ما كنتش الحد اللي عنده بوبيلاريتي ده خالص. بس انت بقى اكيد بعد كده غيرت بقى المايند سيت، تماما. يعني انت من ضمنهم حاجه ناس كتير بتكرهها فبلاش نخش فيها ونتكلم عنها. بلاش. بس بقيت عارف انت اكسبوزد لناس كتير. فغصب عني بقيت اتعامل، فغصب عني ابتديت اتكلم، فابتديت افهم الشخصيات، فابتديت اتعلم من ده، فابتديت اتعلم من ده، فابتديت اتكلم قوي. لكن لو احنا بنتكلم ان هي اخر حته بس مكان كبير في الجامعه، لا على فكره. يعني هتلاقي ان انت لو يعني انا مثلا لما سافرت انجلترا مثلا في 2000 وكام 2014 رحت هناك، فانا شخص مش بعرف ابني علاقات جدا برضو مهما كان كنت لسه بتعلم. فعايز اقابل ناس، عايز اتعرف على ناس، عايز اعمل مش عارف ايه. فابتديت ادور في اتحاد الطلبه ايه الاكتيفيتي اللي تنفع معايا. سكاي دايفنج، هروح اعمل سكاي دايفنج مع اني بترعب من المرتفعات، ونطيت من طياره ودنيا. اسمهم ايه حد تاني،
مش عارف يوجا كلاس، يلا في اتحاد الطلبه هروح معاهم. هي ما كانتش الفكره ان اروح اتند الحاجه دي كهوبي او كحاجه، على قد ما كنت عايز ابقى اكسبوزد للناس. انت فاهم. معاك واحد، ايه ده انت مين؟ ده انا محمد قريب. فانت شايف ان راس مالك اصلا في العلاقات؟ طبعا اي حد بيقعد معايا بيكلمني من الطلبه بالذات اللي بتقابل معاهم دلوقتي، مثلا بعمل حاجه كده فبيقول لي ايه اهم نصيحه تديها لنا؟ اقول له رقم تليفونك ما يتغيرش طول حياتك. رقم 2 كل الكونتاكت ليست اللي عليه، كل ما زودتها كل ما انت زودت لنفسك فلوس وقربتها اكتر من ان انت تستناها لل40. امم بس ده كده صعب، العقارات مش هيسيبوني في حالي. معانا هي فيلا ب 75 مليون جنيه، لو انت مش عايز يا عم اعيش انا فلوس. عندي رد للموضوع ده متعب قوي، بس لاش اقوله عشان الناس ما تعرفنيش بقى. بجد بتفهمهم ولا اه ما دي مشكله؟ انا برد رد مرعب. لا ما في اعرفش ناس. مين حط رقمي في حته والناس كلها تليفونات. انا اول ما برد يا عم مش انت، انا مش انترست، والله العظيم ما انترست، ومش عايز مش بفكر، ولو بفكر مش هقول لك انا اول ما برد بقول كلمه يعني بيتخضوا، ده الخط الساخن لمشرحه زينهم. فبيحصل لهم ذهول وبيعلموا عليا، لان هو شيت اكسل بيلف على هو حد بيع الداتا. فبقول له ده الخط الساخن وازاي تكلمونا وفي ناس بتسال وحرام عليكم، فبيقوم عامل عليها علامه اكس، فدايما بتقل بعدها. بس خلاص بقى قلناها عندك فكده باي باي. هنجيب بقى حاجه تانية، مشروع حاجه تانية بقى. مشروع مش ناقصه قوتة هنا. طب نرجع لحوار كيمبو. انت قول. اصل دخلتنا في حوار الماسكات والكورونا ومش عارف ايه. لا يا عمرو القعده معاك حلوه الله يكرمك. بس حطونا بالموضوع. قول لي. ايه بقى يعني كيمبو كده خسر؟ كيمبو خسر في البدايه، ودي احدى الحاجات اللي اتعلمتها. كان برضو عندي مشكله تانية، ان كيمبو هو مستورد وموزع للقهوه، وانا عامل كيمبو ريستورانت اند كافيه. فعمرو النهارده مثلا فتح كافي شوب اسمه اكس وفتح جنبي في 6 ستارز، فانا بقول لك انا هورد لك البن، انت تقول لي وانا احط العلامه بتاعتك عندي واعمل ماركتنج للكافي للريستورانت بتاعك. فدي كانت حته منافسه برضه. لما حصلت الكورونا ابتدى الشركاء اللي معايا اللي هم اصدقائي واخواتي يعني قالوا لي احنا مش عايزين نكمل في مصر، فعايزين نقفل جزء المطاعم الاول. فقفلنا المطاعم فعلا، وبعديها قالوا لي احنا عايزين نقفل البن. وهنا كانت النقطه، قلت لهم لا مش هينفع. هنقفل المطاعم. احنا قفلنا المطاعم، البن مش هينفع نقفله. لو انتوا حابين تخرجوا من الجزء ده فخلاص انا ممكن اشيل. كعيله بقى بتاعتنا نشتري احنا الجزء ده. واشتريت فعلا انا واخواتي كيمبو منهم. الكلام ده في 2021 اخر 2021. في اول 2021 اتعرض عليا كارك بوي، يعني وانا بقفل المطاعم وانا بعمل شات داون لمطاعم كيمبو، جات لي الفكره بتاعت كارك بوي. ما جاتليش انا، جات لي شريكي بكر، وهو صاحبي من المدرسه، وابتدى يقول لي وهو ماركتير، فجالي بيقول لي كرايم انا عندي فكر حاجه. لا هو بكر من الناس اللي بتداري قوي في ورقتها من زمان، يعني شاطر بس بيحب يداري لاخر وقت. انا عندي فكره. بس هو قال لي انا بعمل حاجه فكره بتتشرب. بس ايه بقى مش بس فعايز اخد رايك. فكان جايب مكان في حته، دي النقطه اللي اتعلمتها. مين التارجت كلاينت بتاعك؟ فئه المستهدفه مين؟ انت لسه متعور. فقال لي انا هفتح هنا. قلت له هنا ده واد معاه فاتوره صغيره وماشي يلف وعنوته، واخر الاسبوع يلف على الشباب هنا ياخد كل واحد فلوسه كام. قال لي لا ده انا جاي لي ناس من الخليج وبتاع، ما قاليش كارك ولا اي حاجه. قلت له بقى مش المكان ده. طب انت التارجت ده مش مظبوط، التارجت غلط، اللوكيشن مع التارجت غلط. يا التارجت دول يا اما تغير اللوكيشن فالتارجت الناس اللي انت عاملها. فاللوكيشن مهم. اللوكيشن مرعب، ده من اهم الحاجات. ما انا هجي لك ليه بعيدا عن الحاجات اللي بنشوفها طفره زي وسط البلد مش عارف ايه حمام كذا، ده طفره. طب كان مكانه فين؟ يعني مش لازم سبيسيفيك بس يعني اوصفه. لا عادي يعني. هو في مدينه نصر في شارع من الشوارع الخلفيه جنبه بتاع فراخ حيه فاللي هو مش هتيجي. فانا كان عندي فكره ان انا ما كنتش البيكري والبيستري كان عندي حلو قوي الشيف اللي موجود، وما كنتش عايز امشيه لما انا كنت بقفل كيمبو، فكنت عايز اعمل بيكري وبيستري بتاعنا خلاص، والشركاء بتوعي بيقفلوا المطاعم والدنيا. فقلت الولد ما تمشيش، وانا هاخد لوكيشن اللي هو بتاع كارك بوي دلوقتي اللي هو الاصلي اللي على الدائري اللي في البنزين. اللي في البنزينه. كان عاجبني ليه؟ كان عاجبني لان كل اللي ماشي على الدائري رايح المعادي فهو شايفه، ومعاك بيل بورد ب 800 900 الف جنيه كانك حاطط اسمك عليها، فده فري ماركتنج. رقم 2 كل اللي داخل التجمع او نازل من التجمع هو شايفك، فده كستارت مكان حلو جدا. رقم 2 ايام الكورونا كانت تشيل اوت هي اكتر مكان
الناس بتروح فيه عشان مفتوح وجميل والدنيا تمام وستيبل وفاتح 24 ساعه، ودي كانت النقطه. بس فقلت له انا في مكان، خد اللي جنبي، تعال انت اعمل الحاجه بتاعتك اللي انت هتعملها شاي وقهوه دي، ما قاليش ايه، تعال خد المكان اللي جنبي بس. يعني ايه المكان اللي جنبي؟ يعني انا هعمل هنا البيكري والبيستري بتاعي وانت خد انت اصلا كنت هتعمل كده ما انت تيجي جنبي بقى، انا ما اعرفش انت هتعمل ايه. بس فعدى شهرين 3 كانت البنزينه لسه بتتحفر، يعني انا طب كنت شايف ما انا لسه كنت اقول لك السؤال ده. لا كانت لسه حفر طب ودنيا. انت عادي كان ممكن تخيش. ايه اللي تخيش؟ المكان كان اساسا لسه المكان مش موجود، خد بالك اي مكان لسه بيتعمل ما هو مرعب في اختيارك ليه، وملوش ملامح. صح. فانت ممكن تلبس لبسه. صح. يعني انا اعرف ناس كتيره في حياتنا واخدين في اماكن هو على الورق يعني ده داخل التجمع، فاهم؟ فبيبزنس بقى من زمان، ويقول لك ده بعد 10 سنين هيبقى المكان ده ايه. النهارده المكان ده يعني ما حدش بيهوبه، مع انه فعلا بجد لما اوصفه لك ده داخل التجمع ده تحفه. وناس تانية لا ظبط ما شاء الله معاها الموضوع. فانت برضو كان ده ريسك. هو بص، كل بزنس ريسك. انت كل اللي بتعمله ايه؟ هي تشيك ليست معاك وعماله ايه تتشيك فيها، لكن في الاخر عادي جدا بعد كل ما تعمل الاستادي بتاعتك وتعمل الهوم ورك بتاعك وتبقى انت يعني حد جامد، تروح تلاقي المانجمنت بوظوا لك كل حاجه. المانجمنت بتاعت المكان اللي انت اجرت فيه راحوا جابوا لك حد تاني جنبك بوظ عشان الحد، ودي بتحصل. الفرارجي اللي قلت والله يعني يخرب بيتك انت بتجري ورايا. لا يعني انا كنت بمضي في مول من شهرين ورايح اقف معاه، وكان بيتفق على ايجار وليكن 200,000 جنيه. فقال لي بص يا هندسه، اصل انا طب مين الناس اللي حواليا؟ قال لي كذا وكذا وكذا. واحنا واقفين جاله حد تاني بيتفرج على المكان، قال له لا انا هديك في 250,000 جنيه. قلت له لو انت عايز حد تاني اجيبه لك يديك فيه 300 انا عندي. قال لي ايه ده يعني ايه؟ قلت له ما هو هيقعد معاك شهرين 3 وهيقفل، لان الناس اللي هنا مش هو اللي عايزهم. لكن هو معاه فلوس ومش فاهم بيزنس دلوقتي، هيفهمه بفلوسه، هيتعلم بفلوسه، وهيقفل معاك 8 3 4 شهور، وهتيجي تدور هتبقى انت بوظت المول بتاعك في التننت ميكس بتاعه، ومش هتلاقي انك تعمل، فهتعمل ريبراندنج للمول كله وتقفله وترجع تعمل تاني. فلو انت عايزها فلوس مشيها فلوس، بس شوف انت عايز توصل لايه. عشان كده تلاقي المولات الكبيره على فكره مش دايما بتديك سعر عالي. انا اصلا كنت عايز اجيب حد من بتوع المولات يتكلم عن الحوار ده، ان هو اصلا يعني فكره ان البيزنس بتاع الاكل والمطاعم والكافي شوبس اصلا مبنيه جوه مولات، صح. فاكيد ده يعني بيزنس وادارته اصلا صعبه، وانت اكيد جدا. بقى احتكيت بالعالم ده في الحته دي. رعب. فانت كافي ده جامد جدا الصراحه. دي حقيقة. في مولات كبيره جدا انا اتعاملت معاهم، من اكبر المولات في مصر، لما تيجي تبص على الارقام اللي بيدوها لك، ايه ده انت ارخص من كذا. ما احنا مش مهم، انا هخش معاك برسنتج، هخش معاك ريفينيو شير ايوه اعلى. وهو مختارك. فمختارك انت، مش مختارك انت بس، هو مختارك ومختار اللي جنبك ومختار اللي جنبك ومختار اللي جنبك. ايوه مش مختار فلوسك، هو مش عايز مش فاتحها ايه مين هيدفع اكتر فتعالى. بالظبط. عمل ايه بقى؟ عمل كوميونتي. هو مفيش مشكله على فكره، يعني انا بالنسبه لي ما هو ده كوميونتي وده كوميونتي وده كوميونتي وكلهم بزنس، بس في الاخر انت عايز تعمل الكوميونتي اللي ينجح المكان وينجحك. فهي دي الحته اللي توصل لها. فعشان كده بقول لك مش لازم ان انا اكون عملت الاستادي بتاعتي. انا كان بالنسبه لي الاستادي الاولانيه ان ده بيلبورد از ستارت، انا اسمي محطوط هنا، كل اللي داخل التجمع شايفه. فانا بدل ما ادفع 800,000 جنيه في الشهر على البيلبورد دي، لا انا افتتي متعلقه اهي بايجار بسيط. دي رقم 1. رقم 2 اكسسبيليتي. انا كل الناس داخله تمون، داخله تخرج، داخله مش عارف ايه، طالع من التجمع هيجيب حاجته وطالع على الشغل، فالاكسسبيليتي بتاعتي لطيفه. ده كانت الفكره الاولانيه. اما بقى جابوا جنبنا كايزو وجابوا جنبنا تشيكن ووركس والناس دي، قوموا البنزينه بقت حلوه جدا. كان صح. جنبنا كده شجر في الاول وجنينه وبتاع، كانت البنزينه فيري فيري نايس كده، واماكن تخرج فيها تقعد بالليل تبقى مبسوط. بس فقلت له انت تاخد هنا بيكري وبيستري وانا هاخد البيكري والبيستري وانت جنب كراك بوي. لا بس معلش انا مش هدخل كراك بوي دلوقتي. يلا انا عايز اشوف بس كامبو الاول عشان يعني ما هو ده في نفس الوقت بقى، وانت بتعمل شات داون للمطاعم انت قفلت المطاعم في كراك بوي في كيمبو كنت بقفلها وابتديت اخش في مرحله اكتئاب. وخدت الاسم مع مصر. لا لسه قفلت المطاعم بس. ماشي. واكتئبت شويه لان ماشي. هي كانت مين بيزنس موجود بالنسبه لي بعيدا عن الفاميلي معايا. المدام عندي دايما لما تلاقيني بكتئب لازم تشغلني في حاجه، فقالت لي بقول لك اما تروح تعمل ام بي اي، ما انت قاعد فاضي. فقدمت على ام بي اي في سلاسكا، وابتديت اروح بقى مش اوف لاين، بقيت اروح. كان لسه بدايه ان يفتحوا بعد الكورونا
تروح لنفسك. فين؟ في اسلاسكا. ايه في اسلاسكا ده؟ جامعه اسلاسكا دي فين دي؟ موجوده هنا في هليوبلس في الدقي، اه اللي هي الجامعه الفرنسيه واخده هنا مصر فرع ماشي، حاجه كده. اتشرفنا انا وسهلا. بس وانا بعمل الام بي اي بقى عشان اطلع من مرحله الكتاب وابقى مشغول في حاجه يعني، ودي حاجه حلوه برضو للي دايما يحس انه فاضي. هي دي النقطه اللي بتوديك في حتت غلط. لو فضيت اعمل حاجه، اعمل اي حاجه، روح ادرس، روح مش عارف ايه، اشغل نفسك بحاجه. فدي كانت الفتره اللي ما كانتش لطيفه في حياتي بقى وانا بقفل كيمبو دي. وفي نفس يعني الوقت دوت وانا بقفل كيمبو ابتديت اعمل ام بي اي وقفلت كيمبو خالص. وبعدين جت مرحله ان شريكي عايز يقفل كيمبو الاستيراد والحاجه. فابتدى اخويا واحنا وبتاع نتكلم ان يلا بينا نقيم الشركه بكام كذا، اشترينا الجزء دوت وابتدت كيمبو تبقى معانا بالكامل. وابتديت اشتغل عليها بقى كتوريد معانا الحمد لله. دلوقتي اغلب الاماكن الكبيره الحمد لله موجوده معانا. اديني يلا 3 دروس مهمه في القفله دي عشان يعني نقفل بقى ده كده. 3 دروس مهمه في القفله. اتعلم تقول لا، ده اول درس اتعلمته. فوت لا ايه بقى؟ خش في اماكن حساسه. الاكل. لا مش تقول لا الاكل. شركاتي هم ناس كويسه جدا وفي البيزنس اشطر مني 300 مره، وانا ما كنتش افهم في اف ام بي. ماشي. بس في نفس الوقت هم طلبوا ان احنا نفتح مطاعم كتير وطلبوا مش عارف ايه توسع سريع. توسع سريع. فانت كنت فوت. انا قلت لا صغيره يا جماعه، سيبونا نتعلم في فرع. فهم ضغطوا سنه. فانا هو صاحب راس المال وانت خبرتك مش كبيره وهو صاحب راس المال، تمام. فكان لازم اقول حاضر. ودي كانت غلطه، ما كانش ماشي. لازم اقول حاضر. كان ماشي. لا، وانا ده اخري، هنفتح واحد واتمسك برايي. ماشي. وده اول درس اتعلمته في الحته دي. ماشي. فقول لا. رقم 2 بلاش توسع سريع. عشان كده لما جينا في كارك بقى لما هنخش فيه، عملت حاجه اسمها الهاني مون اللي هي في البيزنس اتعلمتها. 1 يير. سوفت اوبننج. 1 يير. لا هاني مون 1 ماشي. يير. ده الهاني مون بتاعك بقى اللي هو الزبون مبسوط منك انك نزلت مصر انك فتحت ان 1 يير هاني مون. بعد ال1 يير دي العميل الحقيقي بيبان. والله ده انا مكمل معاك، ده انت بقيت مكان المفضل. لا ده انت هتلاقي الارقام عامله كده. والله كده بجد يعني. انت بتبقى طالع بقى ومبسوط هاني مون بقى، انت عمال فاهم تلف ومالديفز وفاكر ان انت قاعد بتعوم مع الشاركس هناك. ومره واحده والله نفس الشارك اللي كنت بتعوم معاه بيقوم عضك واخدك وماشي. ال1 يير دي مهمه قوي انك تعديها على اي بزنس ما لم يكن في احداث غريبه حصلت فيه فمضطرك تجري. وهنتكلم فيها افكارك لما نخش فيها. ده كان درس. تاني درس انك ما تتوسعش بسرعه. لا و حلو. 2 كويسين. انا مش انا تمام. حلو 2 حلوين ماشي. بالنسبه لي اخس انت يعني فكره انت اصل بص يعني هو طبعا برضو فكره ان انت كان عندك خلفيه شويه في البيزنس وكان عندكم بيزنس شغال في السياحه. لو كان ده اصلا او بيزنس بتاعكم اصلا بتعملوه كنتوا خلاص انتوا نمتوا. يعني بالزبط. كان ده اللي خبط كسر وخلاص بقى كنت يعني ما فيش مش تروح بقى تعمل خلاص بقى تعمل ام بي اف في الحته الثانيه. يعني ده اصل قصدي هو ده الحمد لله انت كان اوريدي كان عندكم حاجه قائمه شغاله بالزبط. وفي خبره بلا شغاله حلوه قوي. اتعلمت الصدمات شويه. فده حته كده كسره بتاع صح. يعني خلاص هنشوف هنعمل ايه هنحاول نعوض اللي هيحصل وايه. وبرضه انت ما استسلمتش على فكره ايه ده بقى مش هنقفلها على الاخر هناخد احنا التوريد ونعمل مش عارف ايه الجو ده. فده بقى هتعوضه انت بقى في كرك. ده عوضته في كرك. ده انت عوضته في كرك. بس انت دلوقتي معايا كيمبو توريد. معاك كيمبو توريد. فانت قفلت المطاعم تمام. وبتورد بقى بتفكر بقى تورد ده للناس. خلاص. طب سؤال بجد بقى. يعني انا ممكن يبقى سؤال يعني مش عارف بس اساله يعني. ما انا ليه حاسس ان ممكن حوار الكمامات ده بوظ الدنيا اكتر. بمعنى يعني شغلك اكتر. لا يعني ما كانش فيها شغل ليا. انا ما كنتش يعني ما كنتش عشان كده بقول لك ما كنتش بشتغل حاجه. انا كان اخر اليوم محاسب من شركه السياحه عندي هو اللي بيظبط الدنيا وكل حاجه وبيلم يقول لي مستر محمد احنا عملنا كذا النهارده فهو ما كانش انت يعني ما كانش واخد الجزء ولا اي حاجه. لا خالص. حتى احنا في كيمبو على فكره ما اعرفش انت شفتها ولا لا. احنا قعدنا عملنا حاجه كده كنا عاملين نعمل برين ستورم ازاي نشغل الدنيا عندنا. وبالصدفه طلع لنا البوست لو فاكر ان كان الدليفري للمستشفيات بتاعه الصدر والكلام ده كله كان مقفول وفي مطاعم معينه ما رضيش توصل للدكاتره الاكل ساعه الكورونا ويقول لك لا احنا مش هنبعت الدليفري. فكنا احنا قاعدين في سيتي ستارز الساعه كانت 10:30 بالليل وقلت للشباب يلا بينا اعملوا اكل احنا طالعين على مستشفى الصدر بالعباسيه في بدايه الكورونا.
قالوا لي ايه؟ قلت لهم هنطلع على مستشفى الصدر في العباسيه، ايه رايكم يا مستر محمد؟ يا قلت له بقول لك ايه، يلا بينا هنروح ندي الدكاتره أكل. كلمت شركه الماركتينج تيجي معانا، ابعت لي، انا مش هنزل بس ابعت لي حد يصور، ولا واحد رضي ينزل. نزل عشان معانا كورونا. نزل معانا الاونر نفسه بتاع هشام شومان بقى، بتاع الشركة. الايجنسي نفسها. مم. نزل معانا ورحنا على مستشفى الصدر، وزعنا اكل وكوفي وبتاع، والدكاتره ما كانوش مصدقين ان في حد بدا يوصل لهم. و... وفعلا خدنا قرار ان مش هننزل بوست. مين اللي نزل البوست؟ الدكاتره. صوروا ومنزلين البوست دوت، اتشير عندنا على الصفحه، عملنا له ريبوست. انا فاكر وصل اورجانيك 1,800,000 ريتش. ريتش اورجانيك من غير ما نعمل اي حاجه. فكان ده اعلى حاجه اتعملت في الصفحه والحاجات دي، وقعد بقى كذا حد يتكلم عننا وبتاع. فكانت حاجه لطيفه. فكنا بنبرين ستورم، فده اللي بقول لك عليه، ما كنتش اتشغلت ولا اي حاجه، احنا كنا بنبرين ستورم ازاي نحاول نشغل. بس كانت الظروف اقوى منك بكتير كمان بالاكسبيرينس بتاعتك. حلو. يعني الاكسبيرينس برضو كان لها عامل كبير حتى في تعاملك مع المولات. يعني النهارده لما تروح لمول، يعني النهارده وانت قاعد معايا وتقول لي محمد عندنا مثلا ميجور فورس حاصله في البلد، اعرف اروح اقعد مع المول اقول لك يا عمرو ايه الاخبار الدنيا؟ لا بقول لك انت هتشيل الايجار لمده 6 شهور. لا ايه ودنيا، لا هروح واضغط عليك وهشيل الايجار خالص. محمد كريم اللي كان ساعتها كنت بروح بحسها تحايل مني، وبحس ان انا رايح وانا مكسوف، في حين ان ده كان غلط. لو انا كنت عارف بقى وكان ليا النهارده خلينا نقول ان هي نفس الاكسبيرينس اللي موجوده، لا انا كنت هبقى داخل وضاغط وعارف انا بتكلم في ايه. فالموضوع مختلف تماما. فعشان كده التوسع السريع مع قله الخبره مع الحاجات دي كلها لا ما كانتش مديه بقى. بس احنا شفنا الفترة اللي فاتت ناس توسعت بسرعة قوي. الصوت راح. الو يا عمرو. طيب نتكلم بقى على كرك. اتفضل. انت بقى ايه اللي انت بقى قلت خلاص جبت الحوار الشيف اللي هيعمل معاك المخبوزات. بالظبط. وقلت بقى اشوف هعمل ايه بقى. وقلت لبكر تعالى احنا هناخد المكان ده. حلو. فهتاخد المكان ده ليك وانا هاخد المكان ده ليا. فقال لي لا انا حاسس ان الموضوع كبير، وراح جاب NDA من العربيه، عدم الافصاح وعدم المنافسه، مضاني عليه من قبل ما اعرف هو هيعمل ايه. وبعدين قال لي كرك، كانش فيه كرك بوي. عويط برضه. عويط جدا يا لهوي، ده عسل. بس على فكره هو ده الحلو، احنا 4 شركاء انا واخويا وبكر ومحمد ترمسين، كل واحد فينا بيرسوناليتي. فحته ان انا اوبن جدا، يعني انت لو عايز معايا تقعد ونتكلم في ريسيبي ودنيا يلا بينا. بكر حد قافل جدا، فاحنا عاملين بالانس. يعني البالانس ده لطيف. بس مش عايزين نفصح عن حاجه، ابعته بكره. عايزين نفصح عن كل حاجه، ابعته ده. بس فقال لي انت تدخل معايا شريك في ايه الدنيا؟ قال لي كرك. ما كانش فيه كرك بوي، ما كانش فيه حاجه. انتوا كنتوا اول براند كرك. اه صح، ما كانش فيه اصل بقى ظهر موجه. ما بالظبط. يعني بص، يعني انا مش في ناس كتير تقول لك ايه اصل قلدونا. انا على فكره مبسوط من حاجه ان يحصل ان في كذا حد يظهر كرك في مصر، لان هو بيساعد على ان ثقافه الكرك تنتشر. طبعا. مهما كنت انا النهارده في الماركت بيكبر الزبون بالظبط. الفئه المستهدفه بالظبط. في الاخر انت بتحافظ على نفسك بالR&D ككرك بوي، بس اللي جنبك بيبني معاك التيست، وبيبني 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 وبيعرفهم انت بتعمل ايه وايه الدنيا. فدي الحته اللطيفه يعني. بس فجينا وقال كرك، ايه لا ده انا مش عارف ايه، انا ما بشربوش زي ما بشربش قهوه باي ذا واي. انا دي حاجه انا استغربتها جدا بقى ما قابلته في ايطاليا. قلت بقى وقعد بقى يقول بقى تعالى ناكل، بشرب بقى قهوه فين ونعمل ايه وبتاع. قال لي انا يا عمرو انا ما بشربش قهوه، ما بشربش كرك. انا مش عارف الراجل ايه الراجل اللي فاتح بيزنسين ما بيعملهمش اللي بيعوا ما يشربوش. ازاي يعني؟ لا بس على فكره مخلص الكورس بتاع الكوفي والسبيشاليتي انت فاهم كل اللي حاجه بيحصل، بس انت مش كيف. لا انا ده مستغربه. ما القهوه بتسبب لي ان انا بقعد ممكن 2-3 يعني لو خدت شوت اسبريسو ممكن اقعد لي 2-3 صاحي. انا النهارده شارب 3. لا ما في باور داخليه مش قادر اخلصها، فاللي هو هاخد اسبريسو عليها هعمل بيها ايه؟ بس وهنا كانت الجزء يلا طب مش عارف ايه، طب الدنيا. فابتدينا نفكر. فقلت له بص يا بكر، زي ما انت كنت بتقول من شويه بقى، انا عرفت يعني ايه مانجمنت وعرفت الدنيا، فانا حاسس ان محتاجين حد معانا يليد الحته بتاعه الاوبريشن. وكان شريكنا الثالث ترمساني هو يمسك حته الاوبريشن، انا ماسك حته المانجمنت. انت بكر ما كانش حتى بكر لسه في اكتشف حته الR&D. بكر في كرك بوي على فكره بيعمل حاجات كتيره جدا ليها علاقه بالR&D، وهو شاطر فيها واكتشفها جوه البيزنس. عجبتني التطوير.
بس وبدانا كرك، عملنا اول فرع، وكان اتفقنا هنعمل فرع واحد صغنون خالص 40 متر، جواه كيتشن وجواه كل حاجه، ونستنى سنه، ومع الشهر ال 13 هنشوف المبيعات تمام نفتح الفرع التاني. هرجع لك فيها، بس يعني خد بالك انا شايف ان بكر هو من يعني كلكم طبعا انتوا كشركاء كلكم مهمين، بس قصدي بكر ليه بقى بالنسبه لي هو واحد مهم جدا في الحته دي، لان هو بقى هو قاري الزبون. جدا. يعني هو بقى كيف بقى، يعني بكر اصلا تلاقي في الستوريز حتى بينزل بقى ستوريز وهو بيشرب القهوه والمش عارف ايه وبتاع، فهو عارف هو بيتارجت مين، وبيحس قوي بالزبون اللي جاي يقعد هو جاي يعمل ايه. الاكسبيرينس، هو جاي الاكسبيرينس ياخد بقى، اكسبيرينس شكلها عامل ازاي. اه فاهم بكر مواليد السعوديه. بالظبط. فهو وبيقعد بقى يجرب، يقول لك تعالى نحط ده على ده ونحط ده. فعلا حتى مره قابلته مره قال لي بقول لك ايه، استعمل الشوت الفلاني على مش عارف ايه الفلاني عندك يطلع لك ايتم مش عارف ايه. فده اصلا يعني انا كنت متصور يبقى ده في كرايم، بس هو كرايم بقى واخدها خالص. بيزنس، ويعني واخدها بيزنس اكتر من ناحيه تانية. انا في الاخر بتجيلي جرامات وتكلفه وبرايسنج، ده انا ارقام. اه لدرجه ان انا بعد ما فتحنا 8 شهور مثلا اكتشفت ان عندنا ايس كريم مقلي. يا والله ما كنتش عارف ان عندنا فرايد ايس كريم. 8 شهور بكره عامله في المطبخ. فقاعد في مره فبقول له ايه، طب بس خلي بالك الفرايد الايس كريم مش عارف. قلت له فرايد ايس كريم احنا عندنا، عايز ادوق ايه ده. انا بالنسبه لي كنت شايفه ايه، لوتس ايس كريم موجود معاه براتا، موجود مش عارف ايه في الريسبي. فانا عمري ما انشغلك بقى ما جمعتش ان ده بيتعمل له فرايد ايه يا جماعه. طب لا ده ندوق. ف8 شهور فاهم، والله 8 شهور انا فاكرها. فلا بكر هو اللي على الارض، هو ترمساني. الجزء بتاع بكر حته الار ان دي والاكسبيرينس، كمان الاغاني انا مش شاطر فيها مثلا، هو شاطر انهي اغنيه خليجي تشتغل، الاغاني بتاعتنا امتى الصبح. الصبح هشغل اغاني معينه وبالليل اغاني تانية، فبيدي المود اللي الناس عايزاه. وده اللي خلانا ان احنا بدل ما نستنى سنه، احنا من ثالث شهر رحنا نفتح في يولاب الفرع التاني، ما استنيناش. طب ما ده كده توسع سريع. لا. ايه بقى ايه الفرق؟ الفرق ان العميل نفسه هو اللي جالك. الفرع ال 40 متر ده كان بيعمل رقم ما يستحملش يعمله مبيعات في الشهر، دي رقم واحد. انت حاسس الكباسي بتاعتك بقت يعني هو اوفر جدا. اوفر الكباسي بتاعتك جدا. رقم اتنين، العميل جاي يعرف ان انت الاونر، ما احنا واقفين احنا الثلاثه في الاول بقى، واحنا الاربعه في الاول على الارض وبنشوف ايه الدنيا، بناخد فيدباك. العميل جاي لك من اكتوبر وبيتخانق معاك، انت جايبني من اكتوبر وما فتحتش عندي، انت مش عارف ايه، انا جاي لك مش عارف من مدينتي، انا جاي لك مش عارف مين، ايه ده ايه ده ايه ده. فابتديت تعرف ان في عميل موجود وانت ما كنتش عامل له عامل له المابنج بتاعه صح. فبسرعه ما افتحش في اكتوبر، افتح فرع جنب الفرع ده يقلل الضغط عليه عشان ما اقعش اوبريشن. فروحنا عملنا فيولاب. هو فعلا مكان صغير جدا جدا. فعملنا فيولاب. هو من كتر ما يعني اتعوروا في كامبو جامد راح اخد خن قد كده الاول كسو غنون بس. ايوه جدا. نجرب الموضوع. طب استنى، احنا في مع كامبو انه ما شاء الله انت تدخل المكان انت مش عايز تمشي، يعني المكان هو فعلا مكان حلو جدا وبتاع، بس هو مكان صغير جدا، بس ازاي عرف يهندل معرفش. احنا في كامبو 2 ديزاينرز جم وصرفنا ارقام مرعبه في التشطيب وعملنا حاجات فظيعه، واكتشفت كل ده وانا ماشي من المول انا مش عارف اخد الديكور اللي انا عملته معايا، فاحنا خسرنا رقم في كيمبو. واتنين ديزاينر لما قعدنا معاهم حتى برضو قله الخبره، اتخانقت مع الاتنين ديزاينر وانا بقفل معاهم الديل، يعني وانا بقفل كيمبو بس عشان اخلصه معاهم كديل واحد. احنا متخانقين وقايمين زعلانين مني، انا مش عارف انا عايز ايه وهم مش عارفين يوصلوا للي انا عايزه. فكانت الدنيا مش الطف حاجه. لما جينا في كرك وبكر بيتكلم والديكور والدنيا وترمساني بيقول هنعمل ايه، قلت له اقل حاجه ممكنه في الوجود لون خشب فاهم بتاع، اقل حاجه باجمل حاجه، هي دي اللي عارف كانت صعبه شويه احنا بس ظبط. احنا بنحب البساطه. ايوه بتعمل كده. انا اصحاب ليا كتير يعني في كذا حد جاي هنا قبل كده صحابنا برضو، وكان دي احد مشاكلهم، صرفوا جدا برضو على الديكور في المكان، هو اصلا ايجار زي ما انت بتقول بالظبط. صح. وبعد كده قال لي اول حاجه انا هنفكر فيها لما اروح مكان، انا عايز يعني اشوف ازاي هعمل ديكوريشن حلو بسيط ما فيهوش تعقيد وتكلفه جميله. تكلفه ان انت كمان يا عمرو انت بتتكلف جامد قوي، وناس كتير ما بتاخدش بالها من الموضوع ده، وما بيكلفوا جامد قوي في الام اي بي اللي هو بقى الميكانيكال والالكتريكال اللي جوه والسباكه وفيشه 3 فاز الكابل بتاع النهارده واصل مش عارف 1000 جنيه المتر فاللي هو انت بتتكلف ارقام جوه، فتطلع بره بقى تجيب لي نجفه مش عارف منين معموله في الديزاين الفلاني في الحته الفلانيه كريستال. طب يا نهار ابيض ايه يا جماعه، طب هتعمل بقى الار او اي امتى؟ يعني بقى ما انت عايز ار او اي، ما انت في الاخر كل اللي انت عملته دوت والجمال ده انت في الاخر عايز ار او اي يرجع عليه.
اللي هو الريتيرن اون انفستمنت بتاعك او العائد اللي انت استثماري بتاعك. طب والله ده انا هجيبه في 9 سنين. 9 سنين ده ايه؟ بتربي جيل بقى. فانت فعلا محتاج تعمل حاجه نظيفه، شكلها محترم، مودرن قوي، جميله، تبقى شيك، مودها حلو وبتاع، بس ازاي اعرف اوفر الحته دي عشان ما بالظبط. البسش في بالظبط. التكلفه بتاعتي. صح. وبرضه عشان كان الفرع صغنون لذيذ، فانت عرفت تلم الدنيا، ما كانش بقى اتلمت طبعا. وبعدين بقى عملنا فيول اب. برضو هناك حسنا في الكراسي شويه. بس هي برضه كان المكان ده لسه بيتبني برضه. مين؟ فيول اب. فانت برضه خدت في مكان بيتبني. لا بس ثواني، فيول اب اتبنى على مكان بنزينه قديمه، كانت بنزينه وطنيه. صح. بنزينه وطنيه دي كانت من ازحم البنزينات موجوده في التجمع. صح. كانت الناس بتروح تغسل عربياتها وتروح تقعد في، انا مش فاكر المارت كان اسمه ايه. صح كان مكان كبير فعلا. بالظبط، ويروحوا يقعدوا فيه. يا لهوي كان زحمه جدا. وعايز اقول لك انا كنت بعمل فيه اعلى مبيعات في كيمبو، بس انا مش فاكر اسمه ايه. ككيمبو بيدي هناك بيبيع البن القهوة. نفسه. البن نفسه. فكنا بنعمل فيه. فانا كنت عارف ان المكان ده حلو. اسمه انا فاكر المكان كنت بيعمل ارقام بيعمل حلوه. فلوس. احنا اتفقنا بقى يعني هنخش في ريسبي ودنيا. لا انا شايف هو مكان في البنزينه كان بيعمل ارقام حلوه. عارف. وانا بعمل الام بي اي كان احدى حاجاتي اول ما دخلت رحت للدكتور بتاع الاكاونتنج والفاينانس، قلت له ايه؟ قلت له انا مش شاطر ارقام وداخل الام بي اي دي كلها عشان اتعلم ارقام. اضغطني عشان انا عايز اطلع من هنا اي اكسل شيت امسكه قبل ما يبقى اكسل شيت انا عايز اعرف بدايته كانت ايه واوصل معاه للي وصل له النهارده. على فكره دي اهم حاجه، يعني من اهم الحاجات اللي تعملها في نفسك تقرا الارقام. لان انت حتى لما تكون في بوزيشن زي اللي الحمد لله الواحد وصل له النهارده، انك ازاي توصل تقرا الارقام، ما تخشش في التحاليل في كل حاجه. يعني انت النهارده شايف الرقم ده 600,000 جنيه، انت مترجم ال 600,000 جنيه دول ايه بقى؟ ايه؟ ديون. بالظبط. الديون دول سببهم ايه؟ فقبل ما الاكاونتنج بتاعك باصص لك كده يقول لك انا هجيب لك التحليل، تقول له لا، ما هم نفس الحاجات كانوا الشهر اللي فات 480 في 120,000 جنيه دول ايه؟ والله دي الحاجه الفلانيه، ده التحليل بقى، ده اللي انت عايز تعرفه. بس انت مهم انك تبقى شايف التجميع اللي تحت دي، انت شايفها في دماغك ارقام صغيره جابت منين، جمعت مع بعض. فدي حاجات فادتني جدا في الام بي جدا. وكذا حد يعمل الام بي اي لما يكون عندك بيزنس اصلا. صح. مش بس انت لو خدته كده تستفاد حاجه لو في الاول. انا صريح. صح. اللي هو على الورق. بص الام بي اي، وكذا حد سالني قال لي فادتك في ايه؟ قلت له اللي انا كنت بعمله اسمها ايه، عشوائيه، هي لما تقولي في ورق. يعني احدى الامثله كان ايه، محاضره مانجمنت انا فاكرها. قال لك ايه؟ قال لك كل مشكله جديده ليها حل جديد. طب ايه اللي بيحصل؟ انت ضيعت من وقتك ساعه وانت بتحل المشكله الجديده، صح؟ طب المشكله دي حصلت تاني، ما ينفعش بقى تقعد تجيب نفس الحل وتقعد ساعه، لا يعني ساعه عشان تحط الحل تاني، لا دي براك بقى. انت حطيته سيستم للشركه اللي هو SOP، اللي هو اوبريشن مانيوال، اللي هو مش عارف ايه، فانت بقيت حاطه سيستماتيك. ايه ده المشكله القديمه اللي حصلت قبل كده كانت اول مره، هو مستر كريم حط لها الحل الفلاني مثلا، يبقى خلاص مستر كريم بره الموضوع، فانت وفرت ساعه في حياتك. احنا نعمل نفس الخطوات اللي حصلت قبل كده. طيب هل انت بقى من غير الام بي اي، بدي مثال كمحمد كريم، كنت عارف ان في SOP وفي اوبريشن مانيوال وفي هو ده اللي خلاني سيستماتيك. هتقعد بقى تفكر وانا عملت ايه قبل كده. بالظبط. ايه ده العربيه جراها كذا، هنروح نعمل كذا، ده مش فاهم. فانت مش هتضيع وقتك، انت بقيت عامل سيستم، هو ده السيستم. الام بي اي عملت معايا كده، ظبطت لك دماغك وظبطت لك البيزنس بتاعك هيمشي ازاي طبعا. ومش هقول برضو ان هي كانت بتظبط كل حاجه. في حاجات ساعه الكورونا كنت بقعد فيها مع الدكاتره اقول لهم المفترض واحد زينا يعمل ايه دلوقتي؟ يعني اعمل شرينك واصغر بقى واقفل الدنيا، ولا اعمل ايه ساعه الكورونا؟ يقول لك لا، اللي في المانجمنت كله ملوش دعوه باللي بيحصل على الارض دلوقتي. تعمل ايه على حسب البيزنس بتاعك بقى، وتخش في ديتيلز وتطلع لي ارقام. يعني كدكاتره مانجمنت محتاجين يشوفوا كل حاجه عشان يعرف يديك قرار. لكن انك تقول لي من الكتاب كده تاخد لي الاربع حلول اللي موجودين، يا اما توسع يا اما شرينك يا اما مش عارف مين يا اما وتقول لي اختار واحد فيهم، مفيش حل ليك. هيبقى حل بقى بينهم. ما انا بقول لك بقى مفيش حل ليك. فانت على قد ما تقدر بتحاول تسرفايف. ماشي، نرجع لكرك. يلا بينا. فانت بقى فتحت في فولاب بعد شهرين 3 قلت لي؟ يعني قول خدناه في الشهر الثالث، فتحنا بعدها بقول كمان 3 شهور، يعني 6 شهور كنا فاتحين الفرع الثاني. وفي نفس الوقت خدنا فرع اكتوبر. حلو. وبدأنا في تشطيب، وبعدها في الشهر مثلا العاشر كنا فاتحين فرع اكتوبر. انا شايفه توسع سريع جدا، بس انت بتقول ان هو كان اوريدي فيه زباين. الفرع، ما انا بقول لك بقى ما تتوسعش بسرعه وخليك في سنه الهانيمون تعلم البيزنس، بس في نفس الوقت ما تبقاش تبقى بطيء وتسيب الناس اللي حواليك تسبقك.
ورقم 2 العميل يزهق منك. وانت عندك اوريدي عندك عميل موجود، آه. حصل لك طفره، العميل موجود بكثره موجود عندك وعمال بيدور عليك، فاللي هو لا اجري. ولازم بقى في الوقت ده تكون انت شاطر في ايه؟ انك تعرف تمسك الاماكن اللي تخوف اي حد يخش السوق دلوقتي. ده كان فكر برضو موجود عندنا. انا النهارده ماسك فين؟ ماسك في التجمع. طب ما انا مدي فرصه لعمرو يصحى الصبح يفتح كرك في اكتوبر، لكن لما افتح له كرك في اكتوبر انا صعبتها عليه في الاول، لغايه لما ابقى ليا اسم وليا وضعي، خلاص انا مش مقلق من حد تاني يفتح، ده انا ببقى مبسوط بقى. ليه؟ هو بيعلم معايا كالتشر، بيعمل بيسوي الكلام ده كله. لكن في الاول كان الفكره انك تكون كنترولينج على القاهره الكبرى. فانت عايز طالما اوريدي في زباين موجوده فانا اتوسع، مفيش مشكله. بالظبط. ماشي. بس خدنا فرع اكتوبر وهكذا بقى توالت الاماكن بعدها. هل كان صعب انك تدير التجمع مع اكتوبر؟ لا خلاص بقى الواحد بقى عنده خبره، ما انا كان عندي مول مصر في الاول في كيمبو. في كيمبو فالموضوع لوجيستيك. ابتديت تتعلم بقى، مثلا اتعلمنا ان احنا التلاجة نجيب لها اسمه، انا مش فاكر اسمه بس خلينا نقول ان هو بيسجل قرايات التلاجة بتاعه العربيه، ويفضل مسجلها لك على اساس ان العربيه مثلا بتوصل ساعات الميلك كيك، فبتوصل نلاقيها تحمض اصلا تبوظ باظت. طب نرجع لايه ده؟ مثلا السواق الفلاني مش فاهم في فود سيفتي وهو ماشي فطفى التلاجة، قال لك ما هي جمدت خلاص فطفى، فهو مش فاهم ان هو طفى دي في دماغه ان عادي يعني. ما هي رايس كانت تمام، فاللي هو تمام ازاي؟ ما الجهاز اهو جايب ان الحراره بدل ما ان هي مثلا عند 4 في التلاجة انت واصله معاك ل 15 يا حبيبي، باظ. فتعلمنا نجيب اجهزه تريكورد الارقام والدنيا ونشوف، فتعلمت بقى حاجات تحسن من البيزنس بتاعك، وتعلم الناس اللي حواليك، بقت معلماهم بقى ان ده كذا ده كذا ده كذا. النور لما يقطع في المصنع ما كناش بنعرف امتى قطع وامتى لا، فانت عايز برضو حاجات تسجل عشان خاطر الحاجه ما تبقاش عمل لها فروزن وترجع دي فروزد وترجع تاني، فانت الحاجات فود سيفتي بقى ابتدى. تلاقيها طلعت كده رذاذ كده. ما انا مش عايز استنى بقى للرذاذ، انا مش عايز استنى لغايه لما الشيف يكتشفها ولا لا، انا مش عايز اخش للعامل البشري، انا عايز اخش من قبل العامل البشري. في حد بيجي الصبح يبص على كل الاجهزه يسجل الارقام دي تمام، احنا ما جراش عندنا حاجه. فاهمني؟ حتى لو الحارس موجود والسكيورتي والدنيا والكلام ده كله بيبقى نايم، ما ضمنش ان الكهرباء قطعت ساعتين 3 حصل دي فروز، اثبت بقى فالجهاز. فابتدينا نحط الحاجات في سيستم. في سؤال مهم بقى، يلا بينا. فين البكري في الموضوع؟ لا خلاص باي باي. سافر بقى هو واشتغل في براند كبير في مصر، الراجل اللي انا كنت عامل امل عليه، وسافر ودنيا وراح السعوديه. يعني اشتغل هنا الاول، عمل 2 براندز كبار جدا في مصر، النهارده من اكبر 2 براندز الموجودين في مجال البيكري والبيستري باي ذا واي، يعني الحد ده شاطر جدا وعملهم. وبعدين واحد منهم خدوا ليه السعوديه، ماسك هناك اكزيكتيف شيف للسعوديه واشتغلوا دنيا. ويشاء يعني ربنا ان من شهرين يقول لي انا عايز ارجع من السعوديه على الواتساب. اضحك بقى يا ابن الذين. طب ايه ده احنا عندنا براند جديد بنعمله، ايه ده يا ريس اسمه ايه؟ قلت له اسمه كيكه، تيجي؟ قال لي طبعا اجي. وجي مفيش كيكه اصلا. في كيكه؟ لا ما كانش في كيكه. ما كانش في كيكه، لا بس بقالنا شغالين عليه بقالنا سنه والله مع بكر، شغالين على كبراندنج وايز، ما اشتغلناش على تيست. براندنج وايز عامل له شكل، يعني شكل وكل حاجه. وعلى فكره هو اللي بيورد الميلك كيك لكرك بوي. يعني احنا كنا عاملين في حسابنا ان الميلك كيك دي هتنفصل بكيكه، وعلى فكره من تحت لو حد قلب الميلك كيك وهو بياكل هيلاقي مكتوب كيكه من اول يوم عملناها. يعني البراند موجود بس ما كناش قلنا هنطلعه لوحده هنفصله دلوقتي. فانت الفكره كانت موجوده، فلما قال لك انا تمام قلت له تمام يلا. فساب الاكزيكتيف شيف هناك ونزل معايا، وان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا ميتنج مهم جدا عشان هنبدا لاول فرع الكيكه بكيكه كافيه. سبحان الله، شوف الدنيا دواره. اخذ النص التاني بتاع كرك بوي. خدناهوش في الاول، خدناه في الاخر، عارف. بس طب ده حلو والله. يعني انت شايف ان ده يعني خطوه مختلفه بقى خالص؟ طبعا. بص يعني خلاص بقى دخلنا في كرك ودنيا، انت اتعلمت اكسبيرينس مختلفه تماما. فهمت يعني ايه ان انت كمان بتنوع العميل بتاعك. لاحظ ان احنا في كرك اول تارجت لينا هو الخلايجه اللي عايشين في مصر، وركز في كلمه ان انا قلت اللي عايشين في مصر مش اللي جايين سياحه وماشيين. ايوه هو عايش في مصر فهو بيوحشه، فهو عايز، عنده هوم سيكنس. ايوه طبعا عايز. عايز اخد كده، عارف ايه؟ عايز اخد شوربه العدس بتاعت الحاجه الوالده،
يعني يا لما انت تكون بره مصر. لا اللي جاي هنا سياحه هو اوريدي مش عايز، بالظبط. هو عايز يجرب الثقافه الجديده. في حين على فكره برضو بعد كده لما اتعلمنا لقينا ان الكرك بالنسبه لهم هو ديلي يعني دي طبعا ناس بتعمل بس انا كده التارجت الاولاني هو اللي عندهم اللي ثقه. عايش. وبعدين بقى يجي المصريين اللي كانوا عايشين في الخليج ورجعوا. انا عندي كذا حاجات مصادفات حصلت في المحلات انا ما كنتش مصدقها. فايه ده بجد. حد يجي لك مثلا شخص كان جميل قوي بيجي، وانا كنت بنزل بقى المحل مثلا ساعتها الساعه 8 الصبح 7 الصبح اشوف ايه الاخبار. هيجي يتكلم في التليفون، جهزوا لي 15 براطه فاضيه عيش و2 ترمس كرك، وهو جايب الترمس معاه بيملاها مرتين ثلاثه يعملها في الاسبوع وعدي مرتين ثلاثه. انت بناديه بقى يا باشمهندس انا فلان الفلاني بتاع. قال لي انا المهندس احمد، انا كنت عايش في السعوديه وقاعد انا واولادي هنا في التجمع مع بعض كلنا، هم كلهم متجوزين وانا اولادي كلهم متربيين في السعوديه 25 سنه. فلما نكون نازلين الشغل متاخر كلنا بنعمل زي ما كنا في السعوديه، اجيب البروطه فاضيه والمدام عندي تقوم عامله المربى وعامله الجبنه وعامله ونصب الكرك زي ما كنا عايشين مع اصحابنا السعوديين هناك. فعارف ايه المود ده الزبون بص اللي هو ايه المود ده يا نهار ابيض. ده جميل. حد تاني بنت محترمه جدا كانت من مصر الجديده من هنا، جت شافتنا، انا مش عارف اشكركم ازاي، انا مش عارف ايه في يعني انا واقف بقى ايه. قلت انتوا متخيلين انتوا عملتوا ايه؟ انا بابا وماما توفوا بقالهم 13 سنه وانا مش مسموح لي اسافر السعوديه عشان كان ساعتها موضوع المحرم في الاول خالص، اول ما فتحنا كرك كان لسه موضوع المحرم ده موجود. وعمري ما سافرت السعوديه بقالي 13 سنه، ماليش اخوات ماليش محرم ماليش حاجه، مش عارف اسافر حاجه كده يعني. فانتوا لما خليتوني اشرب الكرك والميلك كيك انت مخليني قاعده مع بابا وماما على الترابيزه. يا نهار ابيض ايه ده. هنا بقى الايه تاتش. انت هنا انت نقلت الاكسبيرينس مظبوط. انت هنا بقى النوستالجيا ان انت ايه. انا مش ببيع منتج، انا ببيع لك ميموري. صح. يعني انا ببيع لك تاتش ميموري هناك، انت بتفتكري بقى ذكرياتك مع كوبايه الكرك ده، او انت تفتكر الطفوله وتفتكر الدنيا. فنقلته لحته تانية خالص، سحبته من فكره ان انا قاعد في محل اسمه كرك بوي في القاهره خالص. ودي مش انا، ده انا اتعلمتها من عميل. فدايما اتعلم من العميل بتاعك، اقعد بقى وانزل واسمع منه واتكلم هتلاقي ان انت بيطلع لك افكار هيضيف لك هيضيف لك لان هو ده الاساس اصلا، هو ده اللي هيعمل براند. فانت بتحاول تفهمه اكتر، هو ده اللي هيعمل وتتعلم منه اكتر. على فكره لو اتفرجت على بتاع ماكدونالدز لما بدأ، هو كان بيعمل ايه؟ كان عمال يسمع من العميل. العميل عايز حاجه بسرعه، العميل عايز حاجه درايف ثرو، العميل مش عارف ايه. كان كله العميل، هو ما كانش عنده افكار. لو فاكر الفيلم اللي ايوه على فاكر نتفليكس. الفيلم طبعا. شفته مرتين ثلاثه الفيلم ده. بالظبط. رهيب. فهتلاقي دايما اللي ساعد البراندات الكبيره دي تكبر هو ان هو قاعد مع العميل تحت ورقه وقلم، ايه ده عايز كذا، انا هحسن عندي الاوبريشن واخلي الحاجه جنب بعض ومش عارف ايه عشان اديله البرجر بتاعه بيحل مشاكل. هو بيحل مشاكل بس كده. انا ايه المشكله احلها لك، ايه المشكله احلها لك. بالظبط. تمام. مش عارف في مساحه نتكلم عن العكيكه ولا لا، بس يعني نخلينا برضو في كرك عشان ما نهربش من كرك. انت حاليا عايز تروح بكرك فين؟ حاليا عايز تروح بكرك فين؟ حلمك كبير قوي يعني. نفسي اوصل كرك ان هو يكون شركه ملياريه. تعدي $1 مليار. هل ده صعب؟ لا مش صعب، بس محتاج تايم، محتاج وقت كبير. في حاجه زي كده في موجود على فكره بره مصر، شركه عملت كده. يعني ايه شركه بره مصر؟ شركه بره مصر مختصه في الكرك عملت حاجه زي كده. شركه بتاعت كرك اصلا. بالظبط. فعندنا كام حاجه عاملينها ان احنا نوصل بيه. الفتره اللي جايه ان شاء الله هتسمع عن كرك بره مصر برضو ككرك بوي. يس. كرك بوي هيبقى بره مصر. ماشي. فهننزل بقى نكمبيت معاهم في بلدهم. بس ده صعب قوي. هنشوف يعني. خلينا نقول انها اكسبيرينس محتاجين نمر بيها. ما انت خلاص بتقول ان انت النهارده هنا في مصر بقيت حاجه كبيره. طب اطلع جرب نفسك بره. هل انت مدي الكواليتي؟ هل انت مدي التيست؟ هل انت مدي الحاجات دي كلها ولا لا؟ فلازم تتعلم. مش هقول لك ان احنا طالعين بقى نعمل 20 فرع و30 فرع، احنا رايحين نعمل فرع نتفرج على نفسنا اخبارنا ايه. العميل نفسه مردوده ايه. ركز برضو معايا ان انا عندي عميل هنا هو العميل الطلاب، ودول كتير جدا طبعا. بقالي 4-5 سنين بنتعامل معاهم. كتير منهم رجعوا السعوديه لغايه دلوقتي موجودين عندنا على السوشيال ميديا. ايه يا جماعه مش ناويين تيجوا عندنا السعوديه؟ مش ناويين تيجوا الامارات؟ مش ناويين مش عارف ايه. فانت اوريدي عندك عميل انت بنيته معاك من هنا، فانت لما هتروح هناك هتبقى سهل. مش سهل بمنتهى السهوله اللي بتكلم بيها، مش صفر. بالظبط. موجود لك في بيز تعرف تطلع بيه. فده الحلم الكبير الكرك صراحه. برضو شغالين بكرك ان احنا بنعمل كرك بوي ساتشز دلوقتي، فانت تقدر تاخدنا من السوبر ماركت
الفتره اللي جايه ان شاء الله. سلام. يعني من العميل برضو على فكره، العميل كذا عميل يقول لنا وانا لازم بقى كل يوم ادب المشوار عشان اجي لكم. انا عايز ابقى موجود في السهوله كده، عادي انا عايز اصحى الصبح اضرب كرك في البيت. يا باشا حاضر، ادي كرك بوي ساتشز هتبقى موجوده على الشيلفز في الهايبر ماركتس الكبيره، تقدر تشتريها وموجوده في فروع كرك بوي. حلو. فدي احدى الحاجات اللي احنا بنفكر فيها. فبنفكر ان كرك بوي طالعه من مصر تبقى براند عالمي ان شاء الله يا رب. يا رب. هي بقى فكره بقى كمان ان انت هتفضل كده بس، يعني هتفضل قصدي براتا وكرك. لا احنا عندنا حاجات فيها رز زي التشيكن. صح، عندكم وجبات صح. فده R&D. لا قصدي، انا قصدي كده ناوي بقى تروح اكتر من كده ولا كده؟ لا يبقى في، هتفضل تلعب في الحته دي. في الحته دي لا ما ينفعش. بص يعني ما ينفعش برضو تطلع براها، لان هو ده الكونسبت. هو الكونسبت على فكره من ساعه ما اتبنى من الهند لباكستان للامارات للسعوديه، هو الكونسبت براتا. والجزء التاني بقى اذا كان تشيكن مسالا، اذا كان مش عارف ايه الكلام ده كله. فاحنا بنحسن بقى، والله لا ده احنا عايزين نضيف شريمب فضفنا شريمب، لا ده احنا ممكن نلعب على برياني فهنشوف. فاهم قصدي؟ فهي اللعبه كلها في الحته دي. مشروبات سخنه، مشروبات ساقعه، مش عارف ايه، بالظبط. وحاجات معلبه بتاع حاجات زي كده. الكيك لعبت فيها كذا حاجه، عملت اللي بالتمر دي كانت خطيره. دي حقيقه. دي حقيقه. بنلعب في حاجات دلوقتي اسمه ايه، تيست مصري. تيست مصري. لسه خلينا بقى نستنى شويه. والسحور بتاعكم كان رهيب. ثانك يو والله العظيم. السحور بتاعهم كان حلو جدا، جربته في رمضان. يعني هو غير جلده بقى تماما، يعني فكره مش موجود ديلي او موجود على طول، موجود في رمضان بس. كان عالمي الصراحه، انبسطت بيه جدا جدا يعني. فلا يعني، وكواليتي وشغل والفايب وكله حلو فعلا. عايز اقول لك احنا في حاجه تانية عملناها برضو، دي كانت بتنزل رمضان بس، اللي هي الرطب بكان العصير. العصير برضه كان حلو قوي. رطب ديت بكان ده احنا نزلناه في 2022 رمضان، وشلناه على العيد بالظبط. العميل زعلنا. ايوه انا متضايق، انا كنت عايز. ايوه اهو. ايوه انا كنت عايز. العميل زعلنا والله. لا يعني عشان منتج صعب يبقى سيزون، لو فعلا منتج حلو. في ناس على فكره ما بتفهمش الحته اللي انا بتكلم فيها دي، اللي هي ان العميل شريكك على فكره. يعني عارف لما يكون شريكك كده وداخل عليك المكتب يقول انت عملت كده ليه؟ ايوه. ما احنا شركه في بيزنس، فحقه يكلمني كده. العميل نفس الموضوع، از لونج از ان هو بيعاملك بده ان انا دي حاجتي. ايوه. مش قصدي برضو ان العميل دايما على صح، والكلام اللي طالع على السوشيال ميديا اليومين دول الدنيا مقلوبه عليه. انت ضد الفكره؟ دخلنا في ليه السؤال المحرج ده؟ محتاجين ابو سمره يرد. هو رد كذا مره يعني مش عارف. رد انت بقى. هل العميل دايما على حق؟ از لونج از ان هو واز نايس. انا دايما مقتنع بكده. لا كلمني عربي بقى، فوقك من از لونج از ان بيطلبها باحترام. يعني ما ينفعش تكون على حق وداخل معلي صوتك وعامل لي 300,000 حاجه. لا ما انا مش شايف كده على حق. يعني العميل على حق في المطلق لو هو فعلا يعني في التعامل الراجل وصل له حاجه دلوقتي مثلا كواليتي زي الزفت، وداخل عند الفرع لو سمحت عندي 1 2 3 4 وبيقوله لي حقه يتهندل ودنيا وبتاع ومش عارف ايه. لكن داخل بيشتمك وبيشتم الاستاف وبيشتم الدنيا وبتاع، لا طب ما يعني ما هو مش ده التعامل اللي بين البني ادمين. ده مش عميل بقى. انا ما كانتش حاجه، انا هصلح لو في مشكله حصلت عندي هصلحها. اكيد وده حقك غصب عني، ده حقك. بس اللي داخل يشتم هو مش عميلي يعني، او مش عميل عامه هو يعني. طب ما هو احنا كده التعامل ما بيننا ايه؟ طب ما هو الراجل هيحدف لك الاكل وهو بيديهولك عشان انت بتشتمه، هترجع تزعل ان هو حدف لك الاكل؟ لا ما يعني في غلطات بتحصل، كل الناس عندها غلطات، انت نفسك في بيتك عندك غلطات يعني، ما فيش حد فينا. عادي جدا من حقك تتنرفز، بس از لونج از ان ما بتغلطش. طب نفسك العميل يبقى عامل ازاي؟ نفس العميل ايه السؤال ده؟ بزنس وايز ولا بس لو بزنس وايز يعني ما يسالش على الاسعار. عايزه نجيب سويرس عارف، مع ان نجيب بيسال يعني لو انا عارف صح. ايوه بيسال يعني فاهم، عايزه يبقى داخل يلا انا هشتري ده كله. لا بس يعني انت محتاج ان العميل فعلا هو تبقى متاكد ان هو شريكك، فمن حقه يقول. يعني في حته الرطب بكان دي بجد هم لما ضغطوا انا كنت مستغرب، بس متفهم ان الراجل ده هو شريكي، هو اللي انا ببيع له. ما هو انا بارت البياع وهو بارت المشتري، شركاء. لو فصلت الاثنين عن بعض لا ده هيشتغل ولا ده هيشتغل. رجعنا رطب بكان طول السنه. وعايز اقول لك من عايز اقول لك لا موجود من اعلى المبيعات اللي موجوده دلوقتي في المنيو ميكس بتاعتنا طول السنه. جربوه يا جماعه، حلو جدا فعلا. فعلا حلو. فانت خلاص فسمعت للناس طبعا ونزلته زي ما هو. حلو. اعتبر ده بقى اجابه للسؤال ليك، عشان هتيجي تسالني 3 حاجات اتعلمتهم في كرك، انا بخاف من الحاجات دي. فاعتبر ده سؤال. اعتبر دي اجابه من دلوقتي بدري اهي. ايه اللي تتعلمه؟ اسمع للعميل. انا كنت اسالك سؤال تاني خالص. يا نهار ابيض. اسالك اقول لك
يا جماعه عمرو عنده مشكله ان هو ما بيحضرش، يعني هو بيحطك وفاهم، عمال احاول اقنعه من الاول كده اللي هو ايه يا عمرو طب هو قول لي بيقول ده لي هتسالني بالدنيا. على ايه قلت له سيبني بقى اتعامل. هقول لك انا كان اسالك على ايه مبدئيا. السؤال بقى انا سالتك انت عايز تروح بكرك فين. صح. انت بقى اصلا راضي باللي وصل له كرك دلوقتي؟ استحاله. لسه في حته. طبعا في حتت كتيره. حلو. كنت بقى تعمل ايه اصح في كرك عشان يبقى إيه يوصل لتطلعات اكتر من انت فيها دلوقتي؟ قصدك لو رجع بيا الزمن؟ اه ما هو لو رجع بيك الزمن فانت سامع للعميل، فهتعرف تاخد اكشنز حلوه قوي. لا مش فاهم. طيب انا النهارده وانا واقف النهارده هنا في المكان اللي انا وصلت فيه بعد كرك النهارده 4 سنين 4 سنين ونص، مم. ما كانش عندي اي خبره بالفئه المستهدفه بتاعتي او التارجت كلاينت اللي موجود عندي. صح ولا عشان انا هو غلطان؟ كان فعلا مش باين. موجود ولا باين ولا الكلام ده كله. فاعتبر ان انت خدتني بآلة الزمن ورجعتني دلوقتي محمد اللي قاعد معاك على الكرسي، رجعتني من 4 سنين ونص، صح؟ بالظبط كده. محمد بقى سمع وتعلم وعرف انك بيحب الرطب بكان، وعرف وعرف وعرف. يا لهوي ده في قرارات مرعبه. ايه بقى قول لي بقى. ايه اقول لك؟ إيه لا ده يعني من اول يوم مثلا، من اول يوم هتحط الاكل بتاعنا. احنا ما كناش متخيلين الاكل عندنا هيشتغل كده، احنا الاكل اخرناه صح. خطوه مرعبه. فكون في الاول مش عايزين ننفست بقى ومعدات وكيتشن ودنيا بكبر وتوحد ريسبي ودنيا والكلام ده كله. عشان انت جاي من حته كيمبو انت جاي لا وجاي ريستورانت. جرب ايه الكرك ده يا عم، ده انا هفتحه. ربنا يستر. ربنا يستر. وكان كل واحد فينا يقول لك مش عارف 80,000 جنيه 200,000 جنيه، وكل واحد فينا كان حاططهم والله، وبيقول لك ده البيزنس اللي يعني هنحط فيه حاجه ومش عارفين بقى هترجع ولا لا. ف... فلا كنت هانفست جامد جدا في الكيتشن من اول يوم، لان ده كان هيعمل لي ريفينيوز مرعبه من اول يوم كبدايه. كبدايه. فهتعمل لك بوست جامد جدا في الاول طبعا وهتفرق معاك قدام. يعني لو جينا نحسبها جراف كده، فانت مثلا كنت عامل رقم لغايه هنا، فانت لو كان معاك الاكل انت كنت واصل لكده. فاهم قصدي؟ فكنت هتبقى في حته تانية. فكنت هتنفست في الاكل كنت انفست جدا في عشان الاكل تكمل اكسبيرينس. بالظبط. مش كنتش بس يبقى كارك الشرب وبتاع بس، لا انت هتكمل له بقى اللفه كلها. دي حقيقي. ماشي. هنلعب شويه في الديكور. العميل بتاعي مثلا عايز ايه، الدنيا ايه، الكراسي شكلها عامل ازاي، فكنت هعمل له كراسي مختلفه، وده اللي شغالين عليه دلوقتي على فكره. يعني احنا دلوقتي لعبنا في الديكور خالص. انا ومثلا كنت قاعد في ايطاليا عمال ابص في كراسي. ايوه شفت. عمال ابص في كراسي بشوف كراسي. عمال شغال على الموضوع دوت على فكره، بقالنا فوق 6-7 شهور. ايوه. اليومين الجايين ان شاء الله. مثلا لو جيت بصيت، احنا فرع مفيدا اللي هيفتح في ماي بليس ان شاء الله مع اعمار، ده هيبقى فلاج شيب لكرك بوي في مصر. المكان ده احنا انت عملنا جاي في ملعبهم بقى فاهم. خلاص بقى. لا وانت كمان رايحين لحته تانية. انا عملته، احنا كل كرك بوي يعتبر خلينا نقول فاست فود شويه، يعني انت كله تيك اواي وبتاخد وبتمشي والكلام ده كله. انت هناك بقى في فاين دايننج وهتقعد. لا والله. في اطباق وفي حاجات، وغيرنا الديزاين تماما. في الفرع ده بس. في الفرع ده يعتبر ده اول فرع هنعمل فيه كده. هتشوف بقى يروح معاك. وهنطلع باللي جاي بعدين. انت هتعيد احياء كيمبو يعني. هنعيد احياء كامبو. انفستد رقم مرعب في الديكوريشن. غيرنا بقى ولعبنا. ما انت عندك عميلك الحمد لله اللهم لك الحمد. فانت لو رجع بيا من 4 سنين وعارف ان في العميل، يلا انا هعمل له الحته اللي هو حاسس هو قاعد فيها، قاعد في الخليج، اعمل له سكاي لايت في السقف، لاعبين في حبه حاجات. ده يفتح امتى ده؟ بنحاول ان شاء الله على شهر 7 ان شاء الله. السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. طب ده حلو ده. ماشي محمستني. ايه تاني كنت ممكن تعمله في الاول؟ ايه تاني كنت اكيد كنت هوسع الفرع الاولاني. كنت هاخد ال3 اماكن اللي جنب بعض. يعني ما كنتش هاخد 40 متر، كنت هاخد 120 متر. كان عندك فرصه؟ كانوا موجودين طبعا. كانوا موجودين. انا قاعد مع البنزينه وهي بتتبني في الرمله. ايوه انا عارف. ايوه بس ساعات حاجات يعني متاخده خلاص. لا انا قعدت معاهم، انا اول حد. انا رحت قبل المارت، حتى الراجل نفسه يعني هو محترم جدا، حسام الجوهري صاحبي وصديقي دلوقتي هو علاء. بجد اول واحد رحت لهم بيقولوا لي يا عم احنا لسه بنحفر. قلت له ايوه ما انا عارف ان انتوا تشيل قوي. عايز ياخد. قال لي طب اصبر بس العواميد تطلع. وفعلا لما العواميد تطلع انا رحت لهم قبل ما يصبوا السقف. ما هو انا بقى اتعلمت درس تاني، ان انت لو ما جيتش من بدري الحاجه بتتخطف. يعني ياما لغايه النهارده هو الدرس ده انا عمال اخد فيه كتير جدا. لان مثلا في اماكن في زايد انا نفسي اكبر الدنيا في زايد، مش لاقي اماكن لا زايد ولا زمالك. كل ما اجي رايح تكون الحاجه خلصت. وطبعا عشان من سكان التجمع فبروح متاخر. ايوه الباسبور بتاعي ما بيشتغلش الناحيه الثانيه. لا الاماكن هناك يعني انت بتبقى متارجتها من زمان عايز اقول لك الناس ومكلم كميه ناس عليها والله الليسنج قالوا لي احنا بايعين الحاجه وماضيين ورقها وهي كانت لسه رسمه. يعني في مكان كبير جدا بيتعمل دلوقتي في اكتوبر،
المكان متباع على الورق قبل ما يبداوا حفر. ما انا عشان كده انا كان ده تصوري عن شيل اوت اصلا لما انت أي. قلت لي انا هاخد اللي جنبي، انا لا. المصادر اصلا بتباع. لا كان عندك كان فرصة. الحمد لله كان عندي فرصه. فكنت عندي هتاخدهم، هتاخد عادي. وتكبر كنت هكبر ما في عميل بقى، بدل ما كنت هاجر افتح في يولاب كنت هروح افتح اكتوبر وارجع افتح تاني في التجمع. بس طبعا ما كنتش تعمل كده عشان انت لسه بتست الزبون بالتست. بتاعك وملسوع في كيمبو، فمش بالظبط. عايز تعمل كده. فهو كده كده ده كنت تمشي في البروسيس دي انك هتجرب الموديل. خلاص بقى، ما دي بروسيس احنا متفقين عليها. اه بس انا بتكلم، انت بتقول لي ارجع بإزالة الزمن 4 سنين ونص، كنت ارجع بقى هتعمل بتاع كده بقى درايف تحس ان ثرو. في عندي درايف ثرو مدينتي دلوقتي الله اكبر، شغال. من افضل الاماكن اللي مبيعات عندنا دلوقتي في الوقت اللي هو فتح فيه. هو اصلا مشاريع، فالمفروض طبعا درايف ثرو ده يبقى مرعب. لا مم. وخلايقه، انت الخليج بيحبوا ايه؟ هو اصلا كلهم درايف ثرو. كلهم في عربياتهم ما بيحبوش ينزلوا على فكره. أيوة. ده بيحصل في تشيل اوت. لو نقعد مع بعض هناك شويه بالليل هتلاقي ايه حد يعدي ويطلب. وعايز لو اقول سمحت، لك لو في سمحت. درايفر قاعد معاهم في العربيه، البنت مش عايز تنزل ولا السواق ينزل، هي بتشاور للولد يطلع لها ياخد الاوردر ويرجع يجيبه لها ويمشي. أيوة. هو الثقافه، culture، فلازم هي ثقافة كده. احترمها بقى. مم. فكنت اعمل لهم درايف ثرو. مم. لا كنت هتاخد كام اكشن يا لهوي، ده في كتير قوي، ده في اكسلات شيت كانت هتتعاد من اول وجديد. الستوك بتاع اللبن مثلا، يعني احنا بنواجه مشكله كبيره جدا، ان اللبن اللي بنشتغل بيه في ناس هتتفاجئ دلوقتي على فكره. احنا بنشتغل بلبن اللي هو العلب الحديد، اذا كان ابو قوس او لونه او الحاجات دي. وده لبن غالي جدا واستيراده صعب. ايوه صح. دايما بنلاقيه مش موجود في السوق. صح. فكنت خصوصا في مشاكل الاستيراد والتصدير ومشاكل بتقف. فعايز اقول لك انا ايام ما نمت فيها كنت بلف على اللبن ده في السوق، وايام ما خسرنا ارقام عشان كنت باخده من على الرف في السعودي او في سوبر ماركت او في اي حته عشان امشي الدنيا عشان ما عنديش، عشان التست ما يبصش، عشان ما عنديش. فكنت هعمل استوكاتي وابقى عارف الدنيا. انت بتتكلم على اللبن المبخر برضو عشان مثلا الناس بالظبط، اللبن المبخر. عايز اقول لك مثلا ان احنا شغالين بميه معدنيه في كل حاجه بتاعتنا. دي خد بالك، ما هقول لك على حاجه، عشان برضو هو الزبون مش غبي. الحاجات دي فرق بتفرق في التست، مرعب واللي بيحاول يوفر فيها بيخسر الزبون بتاعه التارجت. يعني انا واحد مثلا بحب اكل مثلا الكبسه بشكل معين بشطه معينه، فهتسترخص وهتجيب لي نوع شطه او بهارات مش اللي هتديني الحته اللي هنا دي عشان توفر في حته معينه. اصلا هي كده بهارات وكده كده شطه، بهارات انت احنا متعذبين فيها. لازم، اصل هي دي متعذبين فيها عذاب والله، مش بتريق. انا فاهم والله. واللبن انت كان فيه اللبن والبهارات دول مرعبين. والميه لا. الميه انا عايز اقول لك، طب انا هقول لك هديك مثال بقى بعد الميه دي، انا هقول لك ده وهقول لك مثال مع بكر بقى. الميه دي احنا شغالين اكل وكرك واي حاجه في المطبخ، ميه معدنيه جوالين، فالناس دايما بتستغرب تيجي تلاقي عندنا جوالين محطوطه كتير قوي كده في الساعات في الصاله بره الاولاد بيستلموها. فايه ده؟ عشان شغالين بنعبي منها رز بقى مش عارف مين، كله بيتعمل بالميه المعدنيه دي. رقم واحد. رقم اتنين بقى الباتش، يعني لو غيرنا ميه معدنيه التست بتاع الكرك يختلف او القهوه يختلف، وطبعا في القهوه اكتر. طبعا. فلو انت مثلا شغال بنوع ورحت نوع جبت تاني البي اتش بتاعه اعلى او اقل، ملح مختلف، ملوحه مختلف، باي يا باشا. غيرت كل التست توحد انا موحدها وماضي عقد مع الناس بقالي 5-6 سنين، وهي شركه واحده شغال معاها اللهم لك الحمد من اول يوم فتحت فيه في مصر. تخيل بقى، انت عارف ان في مطاعم والله يا جدعان في مطاعم كبيره في مصر يعني عندهم مشاكل الحنفيه اللي بيبنوا منها الطبيخ بتاعهم، والله العظيم 3. في ناس ما عندهاش فلتر اصلا، ولو عنده فلتر تعبان، فطعم الميه طعم الرز بتاعهم في مشكله. صح. يعني الرز فيه يا جماعه حطوا فلتر في المطبخ لو سمحتوا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طب انا هقول لك حاجه تانية بقى. احنا بنشتغل مع شركه معينه في السكر. مثلا هدي مثال ان الكرك بيتحط عليه 50 جرام سكر لكل 6 لتر، بدي مثال. في سكر بيسكر قوي، لا في سكر بيسكر قوي ايه، احنا شغالين مع نفس الشركه وماضيين معاها برضه، انا بمضي كل عقود دلوقتي الحمد لله، اتعلمت الموضوع ده. ماشي. فبقول له ان انا استهلاكي طن في الشهر، حلو، فاديني طن ونص عشان ابقى عامل لنفسي حته الايه، لما يجي الطن ونص التانيين لو مش نفس الباتشايه اللي اتعمل منها، وليكن ان دوت معمول سكر اسمه ايه اسمه ايه، انا نسيت اسمه، قصب السكر. الباتشات التانية درجه السكريه بتاعتها مختلفه من نفس الشركه. الباتشايه ما هي باتش. فتلاقي نفسك ايه بقى، ايه ده اتعلمناها، كنا في الاول بناخد 100 كيلو و200 كيلو، فبكري يعمل، وبعدين الناس تيجي احنا حطينا نفس ال 50 جرام، ايه يا عم ده مسكر قوي، ايه يا عم ده دلع قوي، يا ابني والله نفس السكر ما غيرته. هو اتصل طبعا بكر بيتخيل ان انا دايما بحب العب في الحاجه عشان ارخص اسعار، هو انا وهو دايما العلاقه ما بيننا كده،
يا ابني والله العظيم ما غيرت حاجه، والله ما لعبت في حاجه. يقول لي طب امال ايه اللي حصل؟ قلت له والله ما حصل حاجه. يروح يجرب هو بقى، يكتشف ان السكريه، درجه السكر اللي موجوده او اللي هي السكر اللي موجود جواها كطعم مختلف. فبقينا نعمل ايه بقى؟ كل باتشايه تخش المخزن كأطنان يروح لبكر كيلو منهم، عشان يبلغ الشباب يشتغلوا ب50 ولا ب45 ولا ب55 جرام. يا لهوي، انا عمري ما تخيلت ان شفت الشركه نفسها تبقى اه ان السكر بتاعها مختلف. اكيد في حبه تغييرات خفيفه. فانت طبعا مع الشغل بتاعك وانك بتشتغل على طول بالحاجه، ففي بيعمل تاتش مختلف. اوصل له بقى، ما انا عايز ادي العميل حاجه ثابته. انا عشان اثبت دي لازم اثبت كل حاجه باقي، مثبت ميتي، مثبت درجه السكر اللي موجوده في السكر، مثبت مش عارف ايه، مثبت كل حاجه. طب انت كنت نرجع ونقول حوار اللبن المبخر، كنت تعمل حاجه في كنت هجيب كميات بقى. يعني كميات. يعني انا النهارده مثلا بقيت عارف ان انا بستهلك مثلا كونتينر 20 طن 20 قدم في ال6 شهور مثلا. خلاص يبقى انا هجيبه من اول يوم. انا في والله ايام ما نمت، احنا طلعنا كنا بنلف في الجمهوريه بنلم اللبن، بجد مش بتريق يعني. طلعنا محافظات تانية مش عايز اقول لك فين، بس طلعنا محافظات بندور على لبن مبخر. يعني طلعنا اسكندريه عشان خاطر هو الليبيين موجودين هناك كتير، عايشين اخواتنا الليبيين، فهم دايما بيشربوا اللبن المبخر ده، ففي اسكندريه مشهور جدا. فطلعنا اسكندريه نجيب من هناك. انت متخيل اللي هو المحلات بتقف، طب هنعمل ايه؟ يلا بينا نطلع اسكندريه. فطلعنا بالعربيتين، وكل واحد بيلف واخد نص اسكندريه يمين ونص اسكندريه شمال، بناخد من السوبر ماركت. مش هينفع عميل يجي لي يا باشا اقول له ما عنديش. ركز الحته دي برضو كريتيكال قوي، اتعلمتها برضو. ادي تاني سؤال جاوبت لك عليه عشان لما تسال فكر. انك تجيب العميل اول مره اسهل بكتير من انه جالك ومشي. يعني عمرو ما سمعش عني قبل كده وجاي لي اول مره، حلو كده، ده بسهوله قوي. اعمل له بقى اعلان، مش عارف ايه، هيسمع من صاحبه وورد اوف ماوث، فهيقول له تعالى نروح نجرب كرك، فهيجي. كل ده جميل، حلو. فبقى عمرو بيجي عندك مره واثنين وثلاثه كده، انت سوري يعني اسمها ايه، اشتريته بالسهل يعني. جه، لو جه في مره واتضايق وقرر ما يجيش تاني عشان تصالحه، انت هتدفع دم قلبك سبت عنه انطباع سيء للابد. انا للابد. عندي برنات كده بقى، انا اه عندي انا كده. انا في حاجات انا خلاص، انا وانس ان انا مره التانية، لا احنا خلاص هنبقى مش صحاب. بالظبط. وعشان اصالحك بقى يعني لازم بقى اقنعني ايه، بقى. اقنعك واكلم لك الاونر، والاونر يكلمك، وممكن تقول لي طب خلي كيمبو في ايطاليا يكلموني افهم ليه، وتحس ان انت فاهم، فهتتعب معاه قوي عشان تخليه يجي تاني. هتعمل دعايه كتير واقعد اقول يا انا لسه مجربه ما كانش انسى ولا عاجبني دعايه، والله مش وبتاع. دعايه، ده ايوه لازم هو تكون بيرسونال ليك، صح. متوجهه لعمرو بتليفونه. الو يا عم، طب ممكن تيجي؟ طب يا فندم انت حضرتك نورتنا، طب هقول لك طب كذا، طب ايه رايك الشيك عندنا؟ ولا الهوا ولا كل، انت بتشتريني بشيك، هتلاقي الاسم بتشتري يا عم مش قصدي ان انا اشتري حضرتك بشيك، انا عايزك تيجي تجربنا تاني. هتتعب معاه جدا. ليه بقى اللي بيحصل؟ عشان انت جيت في مره وما لقاش عندك لبن، فقلت له ما عنديش كرك. يعني انا اقطع لك المشوار من اكتوبر لغايه او هنا، او غيرت ال او غيرت الكواليتي بقى. اه لا لا، ده دي خلاص بقى. لعبه ثالثه بقى. يعني قال لك يا انت باشا انت كنت في الاول بادئ حلو وبتاع مدينة التست الصح، وبعد كده اوبا باي ومغير باي، الكواليتي. وغيرت لي الدنيا. خلاص. مش عايز، مش لاعب معاك تاني خلاص، مش. فدي برضو لا. خصوصا لو المنتج مش رخيص. يعني دي خد حقيقه. بالك ان برضو ساعات الواحد يقول لك ايه، انا هدفع يا عم مش مشكله ايا كان بقى، هاكل سمك مثلا، هاكل سمك فهدفع رقم كبير، بس انا عايز الكواليتي نظيفه والسمك نظيف وبتاع. انا ما اماكن السمك اللي بحبها رحت اكلت عنده سمكه بايظه. اوف. سمكه بايظه، سمكه معفنه، يا لهوي. والله العظيم. فيعني ببقى بفتح باكل، فاللي هو يا جماعه طب ايه ايه، ده؟ ازاي دي؟ والله العظيم سمكه معفنه. لهوي. فاهم. انا عايز اقول لك يعني هي فكره مش في كده، فكره في التعامل نفسه. يعني مثلا مم. ايه، بايظه طيب ماشي، طب ماشي، طب ماشي لا ايه ايه، لا والله لا لا. العظيم تلاتة. لا والله. منزلها في الشيك كمان لا لا والله لا. العظيم. لا لا. فالناس اللي معايا، طب ايه يا عمرو في ايه؟ قلت لهم ايه في ايه؟ يعني قلت لهم خلاص هو لا انا بعمل مشكله وبتاع، ما تعملش مشاكل خلاص. اصل هي حاجه منكم. يعني هي انا مش اقول لكم المفروض ازاي تتعاملوا مع الناس مع بني ادمين، بص. ولا بلا بقى مشهور ولا بلا انفلونسر. على فكره المشكله دي اصلا ولا عمري هطلع اتكلم ولا اعمل ستوري مثلا، والنهارده اكلت مش عارف عند المطعم الفلاني. عادي، لا عادي بتحصل في حاجات كده. بس ساعات هو خلاص انت، انا هدفع رقم فانا متوقع كواليتي معينه، تعامل معين على قد اللي انا هتعامل بيه. فوانس ان الزبون بتاعك هو جاي لك بشكل معين وانت هتخسره بالشكل ده، خلاص. بص يعني ما دي حته مهمه، حته مهمه ان هي تدريب الاستاف. مش هقول لك ان احنا يعني اشطر حد في مصر فيه، احنا بنحاول.
دايما بتحاول، بس بيجي لك حد بيعمل نفس الاخطاء اللي انت بتتكلم عليها. اهم حاجه ايه بقى؟ هي طريقه الهندله. يعني انك تهندل. يعني عايز اقول لك ان احنا مثلا من اسبوعين حصل مشكله في فرع المعادي مع كلاينت بتاع بنت، والمدير اتعامل بطريقه مش حلوه. المدير اللي اللي مسؤول كان سوبرفايزر او حاجه اتعامل بطريقه مدير مش، الصاله ما سمعش للعميل. ماشي. واحنا دايما عندنا في كرك في حته اسمع للعميل. يعني العميل جالي قال لي ان الكوبايه دلوقتي طعمها مش حلو، ان الكرك ده هاخد الكوبايه اشيلها خالص وتتحط انها المدير اللي بعديه يجي تيست في ويشوف مشكلة. ايه المشكله فيها ايه، وتراضي العميل وما تدفعوش الفلوس. يتراضى الاول. يعني انا مش ليه؟ لان انا فاهم يعني ايه ان انا راضيه النهارده بالسعر ده اللي هو الكوست عليا مش اي حاجه اصلا ولا اي حاجه، على ان انا اخسره. حلو. انا ده مش الكونسبت بتاعي. وانا بحب دايما او بتاعنا احنا في كمنتاليتي ان احنا دايما العميل في الحته دي لا خصوصا لو اشتريه عميل اول مره يشتكي. عارف لو في واحد بتاع مشاكل يا انا باشا، ممكن لا مثلا اشتريه. ما عارفه، بس واحد انا عارف مثلا، يعني في ناس انا بشوفها مثلا هو زبون دائم عمره ما فتح بقه، لما يجي المره دي يفتح بالظبط بقه حقه. ما اكيد يعني مش بيتبلى عليك، هو الراجل بيجي كل يوم فعارفك عايز اقول لك يعني. العميله دي عشان هي بتاعتنا قامت بعتها لنا على الصفحه. انا ما عجبنيش كل الهندله اللي حصلت. عادي كلنا يعني كل البراندات اغلبها بتهندل ومش بشكر فينا ان احنا شاطرين هندله، بس عجبني رد من العميل، عجبني قوي. بعد ما خلصنا الهندله وجت واتبسطت تاني يوم، يعني الكلام ده في 72 ساعه، قالت يا جماعه انا احلى حاجه عجبتني ان كان في اكشن اتاخد، وان السوبرفايزر فعلا اتغير في الفرع، وان ان يعني في اكشن. قالت انا ما بقتش واخده ان يكون في اكشن في السوق المصري بالمنظر ده، فانا مبسوطه من الحته دي ان انا بعت لكم فلقيت اكشن قصاده. انا كنت متخيل ان انا هبعت وخلاص بقى، ما احنا بنبعت لبراندات كتير. ليك يا فندم 50 جنيه فاوتشر المره الجايه. صح. ده 50 جنيه فاوتشر ايه؟ يعني من يعني ليه؟ مع ان شوف احنا كل ده بنتكلم كعميل، انا وحش جدا كعميل، انا وحش جدا. وعشان كده بقول لك ما تبقاش عميل متنرفز. انا من الناس اللي بتنرفز جدا، فاتعلمت برضو اللي هو لا ايه ده بعد ما جلت. عشان انت بتشوف نفسك بقى كصاحب بيزنس، بالظبط. مش عايز ابقى انا الزبون ده. لا مش بشوف نفسي، انا بشوف اللي بيحصل فيها كصاحب بيزنس، ان حرام البراند ده يجرى له كده. يعني في براند عزيز جدا على قلبي ومتربيين عليه واحنا صغيرين، وعملوا معايا مشكله مش طبيعيه. يا حبيبي الاكل يا بابا الاكل، ورمضان بقى وكنت بفطر بيه، يعني اللي هو ده انت محبب قوي على قلبي يعني عشان اشترك في رمضان يعني، فاهم؟ فلا اتعامل اسوأ معامله. فانا مش نقطتي بقى في ان انا اللي بتعامل اسوأ معامله، انا نقطتي في صاحب البيزنس اللي سايبك ومأمن لك. يخرب بيتك، ده انت مودي الدنيا في داهيه. يعني انت المدير، عارف انت المدير، طب يعني هنكلم مين؟ فاهم؟ فكان صعب جدا. هي دي نقطتي، دي اللي بقت تخليني اتنرفز اكتر على فكره. ان الصاحب المسؤول عن المشكله مش قد المشكله اصلا. بالظبط. ان انت بقيت فاهم بقى، يعني انت بقيت فاهم اللي بيحصل في الباك حاصل ايه. يا بابا لا مش ده الاسلوب اللي المفروض تتعامل بيه، ده انت المفروض تعمل واحد او تاخد اكشن اتنين. انا لا طالب منك فاوتشر ولا طالب منك بتاع، انا طالب منك انك تاخد اكشن بس. فحسسني انك خدت اكشن، هو ده اللي انا عايزه. طب ليه بقى او فين كيمبو في الموضوع؟ في الحته بقى دي كده، انت هنا دخلت كرك وغوطت قوي. انا شايف كده تركيزك كده دلوقتي في الكلام على الاقل، وتركيزك صح. كله رايح هناك. كيمبو بقى راح فين؟ بس انت اكتر واحد لازم تقتنع ان انا مش بعمل كده، بمناسبه انك حضرت معايا سفريه كيمبو في ايطاليا. اه فانا مقسم جزء في السياحه، جزء في الفنادق، جزء في الكيمبو، جزء في كرك. عندي في كل حته في جوكر موجود بيلعب هو وبياخد الدنيا وبيجري بيها. يعني لو جينا في كيمبو مثلا فور اكزامبل، فاحنا شغالين بنورد، بنكبر سنه عن سنه فوق ال 20 و30% في المبيعات، اللهم لك الحمد. ما شاء الله. موجودين في براندز كبيره جدا في السوق، فنادق، اللهم لك الحمد. اكيد شغلكم في نايل السياحه كروزز. مساعدكم الشغل في السياحه مساعدنا، كعلاقات، وان انت بتحط حاجتك دي حقيقه طبعا. بس الحته الاحسن اللي مساعداك هي جزء الكواليتي وجزء تيم السيلز اللي موجود معاك، تيم من اقوى التيم اللي موجوده دلوقتي في السوق. برضه انا لما دخلنا من زمان جدا، من اول ما بدات كيمبو في 2019 او 2018، لما دخلت مش فاهم اي حاجه. طب فانا اتعلمتها، ودايما لما بنفتح شركه جديده بقينا خلاص كده. مين التقال في السوق ده؟ مين الكبير اللي هناك؟ اه والله ده الدايركتور اوف سيلز كذا. طب عايزين نقعد معاه. على فكره ممكن اقعد معاه اتعلم، والله بتحصل. يعني احنا لسه اول امبارح قاعدين مع حد من اكبر الشركات اللي بتاعت الكونستراكشن، قاعد مع اكبر بروجكت مانجر موجود جوه الشركه. انا مش رايح اعمل له هيت هانتنج، انا رايح اسمع انا هعمل ايه، عايز اعمل شركه كونستراكشن. اه والله طب ده احنا بنعمل كذا. طب انت ايه رايك في حته الهيد هانتنج، انك تلاقي حد كويس تروح تاخده؟ طبعا
طبعا ايه طبعا حلو. الله يعني. بس دي بتزعل. ليه بتزعل؟ انا بشوف كتير جدا من اصحاب البنات بيزعلوا. لا ما فيهاش زعل. ياما ناس من عندي انا اتاخدت وما زعلتش، وياما ناس انا خدتها. الناس التانية زعلوا بصراحة، مش هكدب عليك، بس انا اتعلمت مش هزعل، لان في الاخر هو كده، هو ده الماركت اللي احنا قاعدين فيه، فانت لازم تهيد هانت. انت عايز تنجح صح؟ هيد هانت. معلش يعني ما تجيش تقول لي اصل انا هجيب الانترفيو ديت احنا بنقعد فيها. انا بصراحة مش مقتنع بكلمة، مش هقول مش مقتنع، بس الانترفيو ديت حاجة كدابة بالنسبة لي. هو ال3 شهور اللي بنقعدهم في الاول مع بعض هم دول اكتر حاجة بتثبت نفسك فيهم ليا وليك. انت عارف انا عايز اعمل حلقات اصلا على في البودكاست ثلاثيه. اوبا. فهي مش عن بنات ومش عن اشخاص، هي عن مواضيع. ماشي. يعني هيبقى قدامي 2 هنطرح موضوع عن شيء ما، وكل واحد له بدلوه. لا بس انت كده محتاج مثلا لو هتجيب مدير تجيب حد من الاكس بتوع اللي مشوا من الشركه. يا لهوي دي تبقى حلوه قوي. بدي مثال. او 2 صحاب بيزنس كل واحد عنده استراتيجي غير التاني. بس ماشي، بس ما يكونوش بيحبوا بعض، لان لو بيحبوا بعض يعني حاسس كده هيطبلوا لبعض. هيطبلوا لبعض في القعده. بس لا، في ناس بتبقى من فكره انا ببني التيم بتاعي. انا ببني ما باخدش. انا فاهم انا ببني. لا في ناس كده. احنا بنعمل الاثنين. لا انا مش بتكلم عليك، انا برضو خد بالك. انا فاهمك. انا مش ضد الفكره انت طارحها، بس هو ده الطبيعي لازم تبني. بس ثواني، بس انا عايز اسالك سؤال دلوقتي. انا هو لسه داخل المجال يا سيدي، انا اجمد حد في المجال. انا اكبر حد فتح براندات اسمه ايه، فروع في الفتره اللي فاتت من شويه زي ما انت كنت بتقول. تمام، وتقيل جدا. عندي وقت ان انا ابني كل الناس دي؟ مستحيل. طب امال ايه؟ يبقى لازم تبني ولازم تهيد هانت ويخش معاك يبني معاك. صح. فانت لازم تعمل الاثنين. بس الحوار ده انت بتتكلم فيه، البنات اللي انتشرت مره واحده دي زعلت السوق كله. هو تقيل، انا شاطر، انا عرفت يعني اخد الراجل منك. ده زعل. انا ياما على فكره ناس جم مش شطاره مننا، وجاي يقول لي انا جاي لي الاوفر الفلاني في المكان الفلاني. تمام. في اصحاب بيزنس عادي يقول لك تمام، هو قال لي وجاله فرصه يعني ربنا يوفقه. لو هو شاطر ما بسيبوش. بتوفر عليه اوفر تاني. والله بص، في ناس قاعده معايا في الشركه لغايه النهارده وانا بكلمك وهيسمعوا الحلقه دي، والله ما خدوش الاوفر التاني. بس تعاملنا معاهم مختلف. برضو الحلو عندنا في الشركه، ومش بقولنا حلوه لو احنا بنتكلم بقى MBA وسيستماتيك ودنيا، ده مش صح. بس الحلو ان عندنا ان الدنيا فاميلي شويه. يعني لو عندك ظرف بتلاقينا واقفين معاك فيه، لو عندك مش عارف حاجه حلوه بتلاقينا معاك فيها، فبتحس ان الناس اللي فوق دي مش الناس اللي ما بتسمعش. بس زي ناس كده دي كاتبه كبيره فكره ابن الشركه دي. لا مش ابن الشركه، انا ما قلتش ابن الشركه، ما دخلنيش في ابن الشركه وبنت الشركه. انا ما قلتش ابن الشركه، انا قلت ماشي. ايه؟ قلت بتلاقينا موجودين معاك فيها. ابن الشركه دي ان انت مكمل معايا وكل شويه طبطب عليك وشكرا. لا ده ابن الشركه اللي هو بطبطب عليك. ماشي والله طبطبه. انا ما بطبطبش على فكره. في ناس بتزعل مني جدا، وناس بتقول عليا ان انا مدير يعني غلس غلاسه السنين، وفي نفس الوقت بيحبونا في حاجات معينه، في مواقف موجود وبتاع بالظبط. دي حته انا شايفها. عشان في ناس تقول لك افصل البيزنس عن العلاقات الشخصيه. باشا هو البيزنس علاقه شخصيه اصلا. ايوه احنا نضحك على بعض. هو الراجل ده بيقعد معاك اكتر من بيقعد مع عياله في البيت. ايوه صح. يعني هو في الاخر بيشوف ابنه ايه. لو هيقعد معاك وانت حد ملتزم قوي هتقعده من 9 ل 5، وده لو انت يعني تمام تنين هتقعده وتمشي الساعه 5. هيروح يقعد مع ابنه قد ايه؟ من 6 ل 8، وابنه هيخش ينام خلاص كده قاعد معاك اكتر. فما تجيش تقول اصل انا هفصل البيزنس عن العلاقه الشخصيه. لا، هي علاقه شخصيه مع ليميتس. حط بقى ليميتس معينه، العب على الحته دي. فدي حته مهمه ان الناس تحس بيها موجوده معاك في الشركه. في ناس فعلا مش قولك بترفض عروض، بس هي مستريحه في البيئه دي، فحتى لو راح بيئه تانية بسعر اعلى، لا انا هضحي بحاجات كتيره هنا انا مبسوط بيها، فمش عايز اخسرها. انا عندي حد من اقرب الناس ليا عملت كده او عمل كده. كان في بيئه ما، ومديره شخص تعبه توكسيك ودنيا ومش بيقدر مجهوده. معلش انت عملت حاجه حلوه يا عم، فراح اطبطب انا على الكاميرا. يا عم انا اللي عامل الحاجه الحلوه، انت رايح تطبطب عليها هي ليه؟ والله انا شايفها هي اللي عملت المجهود. ايه ده؟ طب ما انا كبني ادم ابتديت احس ان ماليش قيمه، عدم تقدير. انا عايز القيمه، انا عايز ان انا احس ان انا بنتج وبعمل. ما احنا بنروح الشغل ليه؟ انت عايز في الاخر تحس ان ليك فاليو في المجتمع. الفاليو دي بقى من ولادك، الفاليو ديت من شغلك، الفاليو ديت من ان انت بتدي اثر ليك في الحياه. كل دي فاليو، كل دي سوفت سكيلز. بعرف اشتغل على اكسل وورد. فدي حته مهمه. فتلاقي ناس سابت الشغل بسبب الحاجه دي وراحوا لمرتب اقل، والله شفتها بسبب مديرهم.
وخسر. وفعلا مديرهم ده خسر ناس كانت سكيلز مرعبه وشاطره، وبتبقى انت بتدور عليها بابره في كوم قش، عايز الابره دي مش لاقيها، فيخسروا عشان هو خاطر لا اصل انا بطبطب على حد تاني، اصل انا مش عارف ايه، اصل انا مش عارف ده. في اتش ار اشتغلت معاه اول ما جينا في 2018، كنت بعمل له هيد هانت، فقاعد معاه في كافي شوب بتعرف عليه، سمعت عنه دنيا وقاعد معاه محمد حسين وانا بقى خلاص ايه، بعد ما تعرفنا وعملنا الايس بريكنج، ابتديت بقى اقول له انا عايزك معايا في الشركه. قال لي بص انا ما عنديش مشكله خالص اجي معاك، وحضرتك شخصيه محترمه وما يعرفنيش خالص، يعني ما سمعش عني، انا لسه جديد بقى في المجال بتاع الاف ام بي. قال لي بس انا ما بشتغلش مع مديرين عندها ديسلايك ولايك. 2018 انا فاكر الكلمه لغايه دلوقتي يا عمرو في ودني. قلت له ايه يعني ايه دي؟ ما فهمتش. قال لي ديسلايك ولايك يعني تصحى الصبح فتلاقي موظف بيطبل لحضرتك فتقول لي ده نسيبه، مع ان الموظف ده مبوظ الشركه، وتلاقي واحد تاني هلكان وطالع عين اهله وانت مش طايقه عشان خاطر مثلا لبسه مش حلو، او انت مش طايقه عشان خاطر مش قابله، فدي لايك ودي ديسلايك. معاك بنوته شكلها كويس ومش عارف ايه وعجباك، دي لايك وديسلايك. فقال لي انا ما عنديش ديسلايك ولايك، حضرتك لو موافق على المبدا ده من اول يوم انا اجي اشتغل معاك. قلت له انا المبدا بالنسبه لي الديسلايك واللايك هيبقى بالنسبه لي كي بي ايز. الراجل ده، او ما قلتهاش ساعتها بقى كي بي ايز، يعني ما كنتش عارف اسمها كده، ارقام، الراجل ده ارقام، هيديني نتائج، عايز تارجت، نتائج. هتديني تارجت، هتديني مبيعات، انا بالنسبه لي ده اللايك بتاعي، مش هتديني ده الديسلايك بتاعي. قال لي بس يبقى احنا ملناش دعوه كبني ادمين، احنا لينا بالشغل. قلت له بس كده. شوف الكلمه دي لغايه النهارده انا فاكرها. ففي مديرين كتير بتخسر بسبب اللايك وديسلايك. انا عاجبني حياه عمرو شريف، فعايز بقى اعيش الحياه زيه، فهصاحبه انا كمديره، فهصاحبه ايه ده انا مش عارف ايه ده كذا، مع ان انت بالحركه اللي انت عملتها دي عمرو ممكن يكون مش منتج في الشركه معاك، بس بهدلت واحد تاني انت انتج لك. مبسوط بالصحبه بتاعته، بس على مستوى البيزنس مش قوي، بالظبط، فخسرت الحته دي. خسرت. فديسلايك ولايك ده في الشغل قاتله قاتله. فلا مع الهيد هانتنج على فكره. انت مع الهيد هانتنج؟ طبعا ممكن نعمل لها حلقه هيد هو هانتنج. بيتعمل عليا فعادي، عشان ما حدش يزعل مني. انا فعادي فاهم. هو بص، هو بقول لك هو في ناس بتعمل كده، وفي ناس يعني هو في مدارس البيزنس، مدارس، صح، وكل واحد ليه وجهة نظر، كل وكل واحد واحد ناجح فيها. وناجح فيها، وكل واحد بيحاول دايما يبرر لنفسه. صح، يعني يقول لك انا مش عارف ايه، لا انا عادي اصل. ده في كل حاجه، في التوريد، في التوريدات، في اللحمه، في الاكل، في ما انا لو ما التيست. بررتش نفسي مش هحس بالفاليو بتاعتي. ايوه، كل الناس طيب. كل بتعمل كده، وتقعد تتكلم مع اي عشان كده مثلا تحب دايما تسمع من كل الاطراف. صح، يعني ما ينفعش مثلا تقعد مع حد واحد تقول له مثلا ايه رايك في يعمل لك البحر طحينه بقى وبتاع، تقوم مع حد تاني تلاقي كلام تاني خالص بوجهه نظر تانية خالص، وكل واحد بيقول لا اصل هم بيعملوا مش عارف ايه وانا مش بعمل مش عارف ايه، طبعا طريقه اصل هم بيعملوا مش عارف ايه وانا ما بعمل. لا عارف دي نفس ايه، نفس زي ما انت بتحكي كده اللي هي ايه، العلاقه الزوجيه ما ينفعش تسمع لطرف والطرف الثاني لا. طب ما ده هو نقعدهم مع الاثنين بعض مترابطين، ونقعد لازم نسمع من ده، تسمع لازم بلاوي، لازم. طبعا تسمع بلاوي تاني. الله يا جماعه ده قانون الاحوال الشخصيه دلوقتي صح. نعمل بودكاست بقى هيتغير دلوقتي. لا بس ده حقيقي. بس نرجع تاني بقى في كيمبو. كيمبو. انا ما كنتش فاهم اي حاجه في المبيعات، ولا كنت فاهم يعني ايه تارجت، ولا كنت فاهم الحاجات دي كلها. كان شغلي راجل سياحه، وبطلع بقى على مركب وبحر احمر والدنيا حلوه يعني. فلا لقيت ان انا محتاج، طب مين يا جماعه التقال في السوق؟ ده وده، هما 2. طب يلا مين اللي موجودين جوه؟ 4 هنا و5 هنا. طب يلا عايزين نقعد انترفيوز. كان معايا حد شاطر محمد، يلا يلا تليفونات دب دب دب، الناس جت قعدت على المكتب، والله الناس رائعه، احنا هناخد ده هيد هانتنج، تعالى يا باشا هتعمل ايه معانا؟ والله ده انا هعمل بيزنس بلان 1 2 3 4. فابتدينا نبني كيمبو سوق. جبنا بقى جزء جديد سيلز بيتبنوا عندنا، وجبنا جزء قديم، جبنا تيم مينتننس قديم وتيم مينتننس جديد، يلا نشتغل. فبقى عندنا روح. برضه انت لازم تعمل، يعني انا بالنسبه لي برضه ببرر لنفسي اني لازم اعمل كده. ليه؟ ما انا مش ببني اسم الشركه الثانيه، ما انا لو رحت جبت كله من الشركه الثانيه، طب ما احط عليها اسم اللوجو الثاني بقى وخلاص. هتدي نفس الكالتشر ونفس المدرسه ونفس كل حاجه. طب ما انا لازم العب لعبتي، يبقى انا لازم اطعم حبه من هنا على حبه من هنا على حبه من هنا، دايما احب اعمل ميكس. فالميكس ده بيديك بقى الطابع بتاعك انت. ده طابع مثلا شركه انليمتد في مصر اللي هي ماسكه كيمبو، ده الوكيل. والله دي انليمتد ايجيبت، ده اللي هم واخدين كيمبو، ده عندهم كذا وبيعملوا كذا وناس في كذا، ما يحسش بالاحساس التاني، مش المدرسه التانيه. وده اللي وصلنا له النهارده. كيمبو الحمد لله احنا معديين ال 100 طن مبيعات في الشهر في السنه.
الحمد لله اللهم لك الحمد. موجودين في، لو بنتكلم كبراندز موجودين في اكتر من 300 براند. لو بنتكلم في فروع احنا موجودين في اكتر من 1000 مكان. بنورد لهم اذا كان على مستوى ان انت تكون تدخل تشرب الكوفي جوه، او ان انت تخش تاخدنا من على الرف. طب حلو، انت اصلا ما فكرتش تعمل براند خاص بره كيمبو؟ لا، مبسوط؟ فكرنا مم. بس ما حسيتش ان ده الصح اللي تعمل. ليه؟ ليه؟ طيب ناس كتير عملت ده قبلنا في المدارس القديمة، واللي حصل ان بقى يتقال على المنتج بتاعهم اللي بيجيبوه مستورد في مشكلة. يعني فبدأت الناس تقلق، هو ده المستورد بتاعه ولا هو عامل هنا الكيس؟ انا مش عايز ادخل نفسي في المدرسة دي. انا راجل بجيب حاجة كواليتي فاليو، بديك قصادها ستاندرد حاجة معين. بستاندرد معين. وانت شفت معانا المصنع هناك مرعب. يا مصنع كيمبو مرعب فعلا. مرعب. فاللي هو انا رحت كذا مرة، اللي هو طب ده انا عشان اعمله هنا في مصر ولا هرجع الار اي بتاعه على 20 سنة يعني، ولا على 20 سنة لو عملت حاجة بالمنظر ده. فما حبيتش ادخل في جزء ان انا اعمل حاجة لوكال. لا، انا زي ما انا حد مستورد. حاجات تانية بقى بنفكر فيها دلوقتي، اذا كان مثلا البلاك تي شغالين على علامة بتاعتنا تجارية بنعملها هنا في مصر بمصنع بدنيا، شغالين مش عارف ايه الحاجات بقى اللي هي ينفع انا العب فيها بره القهوة. خلاص انا القهوة بقيت اسمي كيمبو، وانليميتد او محمد قرآن بقى معروف في الحتة دي، فخلاص هسيبه العب بقى في حاجات تانية مكملة للجزء بتاع القهوة، شاي، سيرب، مش عارف ايه الكلام ده كله، تلعب فيها وتعملها هنا لوكال في مصر. اعتقد جيت في فتره دمجت الاتنين مع بعض، يعني كيمبو مع كرك. لا، دمجتهم بمعنى لا ما دمجوش. يعني انت هل انت قاصد تفصلهم كاسم عن بعض، ولا ممكن تعملهم ميرج؟ لا مفصولين. مفصولين تماما. ده بيتارجت كلاينت تاني غير ده، وده ليه طريقة في التوزيع والتوريد والدنيا غير الكلاينت ده خالص. برضو انا هقول لك على حاجة، ناس كتير بتسألني تقول لي ليه دايما بتتكلم على كرك. كرك عزيز قوي على قلبي في حتة ما. ايه بقى؟ انك بتاخد الفيدباك بتاع العميل وانت قاعد. فكره ان انت قريب للعميل. ناس كتير يعني ناس كتير تقول لك ايه الحلو في مجال اف ام بي. على فكره مجال اف ام بي متعب ومهلك وبيستنزف الطاقه الى ابعد الحدود. يعني اللي العميل بيشوفه في كوبايه كرك ممكن يكون وراه توريدات من اكتر من 50 مورد. 50 مورد في كوبايه، انا مش بتكلم على باقي الكيتشن. 50 مورد عمال تكلمهم والحق ده قطع حبهان، يا لهوي. فانت قاعد بتتعب جدا في الحاجات بتاعتها. بس في نفس الوقت مدى سعادتك انك قاعد بتسمع الفيدباك بتاع العميل وقريب منه. ده عشان خاطر ايه؟ انت عندك فروع اوف لاين، العميل معاك وش لوش تسمع منه. حتى لو انت واقف في الفرع، على فكره انا ساعات ببقى واقف في الفرع باخد كوبايه كرك زي غيري، بس سامع العميل وهو بيقول للواد ايه، والله العظيم يا عم ده انتوا النهارده غيرتوا لي مودي. ايه ده؟ شكرا. عارف، عايز الحاجات دي بتبسطك على المستوى الشخصي بقى. ما هي دي الفاليو اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. انت عايز قدمت ايه في الحياه؟ لا والله ده انا بسطت واحد. تعالى في كيمبو، طبعا ببسط الناس ودنيا وقهوه ودنيا، بس الفيدباك ما بيوصلكش. انت مش قريب للعميل. انت اخرك مع العميل ايه؟ يا اما يبعت لك على الصفحه فيقول لك والله ده انتوا المنتج بتاعكم ليه مش موجود في المكان الفلاني في الحته الفلانيه، شكرا ان انتوا بتوردوا لنا كيمبو ايا كانت الحاجه. بس ما وصلكش الفيلينج اللي العميل عمله. الانتر اكشن دي مهمه على فكره ليك انت كبيرسونال بقى. فدايما انا بحس بكرك اللي هو ايه، هو انا واصل لي الاحساس. فكيمبو الاحساس بعيد شويه، غير بقى لما اقابل حد من لافرز كيمبو لافر. عارف يعني ببقى قاعد في قاعده كده، ايه ده كيمبو ده انا على طول عندكم كبسولات في البيت، ده انا مش عارف ايه، فاهم؟ ببقى مبسوط. لكن كارك اقرب بكتير من الموضوع ده. فدايما فاصلهم لان الاثنين مختلفين، اكسبيرينس وتارجت وحاجات كتير. حتى في السوشيال ميديا بتاعتنا لو دخلت على الاثنين هتلاقي الاثنين منفصلين تمام. ما همش دعوه بقى، يعني خالص فاصلهم من بعض تمام. خالص. ودي ليها اكتيفيتي ودي ليها اكتيفيتي. كرك ليه عيد ميلاد، كيمبو ليها باريستا كلاش اللي بنعملها كل سنه، وان شاء الله شغالين عليها كمان السنه دي اكبر واكبر، وانت بقى معانا ان شاء الله. باذن الله. ف... فشغالين على حاجات مختلفه بويز مختلفه تمام. طيب كيكه فينها بقى في الحوار ده؟ كيكه يعني لسه. هتفصلها؟ طبعا. خالص برضه؟ يعني عادي كيكه بتورد لكرك الميلك كيك، فاحنا بكره ماشي. الصبح ممكن اوردها لاي كافي شوب تاني. من حقي بقى خلاص، انا بقيت اسمي كيكه وعايز انجح البراند ده. فهتعملها براند مختلف تماما؟ مختلف تماما. الصفحه بتاعته موجوده اوريدي، السوشيال ميديا مختلفه، الدايركشن مختلف، الحاله بتاعتها او الحاجه اللي موجوده ما تتناسبش مع الكرك بالوي التانية. فلا، ليها كيس ستادي مختلفه تماما شغالين عليها دلوقتي. ان شاء الله بنخلص المحل بتاعها في اليومين الجايين. هيبقى ليها برضو الستور بتاعها، تقدر تيجي تقعد تاخد الكوفي بتاعك، تاخد الكيكه بتاعتك. هو عاملينه بطريقه مختلفه. كيمبو ناوي تاخده فين؟ عشان ما اسالكش السؤال ده في حوار كيمبو.
يعني هيبقى هتفتح له برضو مكان بقى وكده ولا خلاص؟ لا خلاص كده لا هو توريدات. بص كيمبو توريدات. والحته اللي احنا شغالين عليها في الفتره اللي فاتت بقالنا النهارده كام 3 سنين، سنتين او 3 سنين، ان احنا بنبني المسابقه او الكوميونتي بتاع كيمبو في مصر. المسابقات العالميه لما رحنا بره او لما رحت بره وشفت الناس اللي بتعمل مسابقات للكوفي الحاجات دي مش موجوده عندنا هنا في مصر بنفس الكبر بتاعها. وده اللي كنا حابين نقدمه في السوق المصري، ان احنا نشتغل على حته المسابقات دي. طب هل المسابقه ديت مهمه بطريقه ما يعني قوي ان انا اشتغل عليها؟ مهمه عشان يد العامله. شفت واحنا بنتكلم من شويه كده بتقول لي ايه التدريب والدنيا والكلام ده كله، احنا بقى حابين قوي نضيف في الحته دي بتاعت كيمبو. وانا النهارده بقيت من الناس الكبار اللي موجوده في السوق، اللهم لك الحمد، انا بورد لاماكن كبيره. طب الاماكن الكبيره ديت، طب ما انا عايز اضمن ان في باريستا طالع، اضمن له ازاي بقى؟ اعمل له مسابقه بيكسب 200,000 جنيه. الرقم دوت بالنسبه للباريستا رقم محترم. تحفز الناس انها تتعلم اكتر وتدخل وكده. بالظبط. وعندنا مدرسه بتاعت كيمبو فيقدر يجي ويتعلم ومش عارف ايه عندكم الاكاديمي. مدرسة؟ الاكاديمي بتاعتنا بتاعت كيمبو عندنا من اشطر الناس اللي موجوده في الكوفي سبيشاليتي. عمرو عثمان، معانا مصطفى، كذا حد موجودين تدريب ما شاء الله عليهم. فبييجوا الشباب ويتعلموا عندنا ويتعلموا الحاجات بتاعتهم. فدي حاجه مهمه لما تطلع على فكره. يعني لما رحت السعوديه او لما انت رحت اليابان، اراهنك انت شفت السبيشاليتي كوفي مثلا فور اكزامبل عامله ازاي هناك. بس شفت انت ضحكت فاهم. فان انت النهارده هنا تحفزهم ان يشتغلوا نفس الشغل دوت هناك. طب ازاي؟ ما انا هناك بقى بياخد فلوس وبياخد تدريب وبياخد حاجات كتير. طب ما انا لازم اديله ده هنا. اللي عايز يتعلم يعمل ايه؟ يجيلكوا ازاي؟ بيبعت لنا على الصفحه بتاعتنا. كيمبو. احنا بنعمل كورسات كيمبو ايجيبت، بنعمل كورسز كل فتره. دي رقم واحد. رقم اتنين، ممكن يقدم في المسابقه معانا عشان يعرف هو واقف فين اصلا لو خلاص الوقت يعني مش هيلحق يتعلم. فيقدر يخش معانا المسابقه السنه دي يشوف هو واقف فين ويبقى عارف السكور شيت بتاعه والدنيا بتاعته عامله ازاي. ومن بعد المسابقه يقدر بقى يبدا معانا الكورسات بتاعتنا ان هو يتمرن عشان يخش معانا المسابقه السنه الجايه. كل سنه بنحاول على فكره ان احنا نعلي الرقم. مش مقصود بيها حاجه على قد ما ان انا بحاول اجيب سبونسر شيب واجيب ناس ان انا ارجع فلوس للشخص ده. هو الشخص ده على فكره يعني انا عندي ولاد كسبت موجودين باريستا ما شاء الله عليهم، هم صرفوا 50,000 جنيه، كسب 200. بس تعرف بقى مجهود ودنيا ونوم وطلع عينه ويخلص شغله. ما هو الراجل ده شغال وعنده بيت واسره، فخلص شغله من 9 ل 5 مثلا الشيفت بتاعه، يطلع الساعه 6 يروح يقابل ترينر يقعد يذاكر له يقعد يوري له ويسهر لغايه بالليل. طب هقارنه بقى بواحد تاني يروح وخلاص؟ لا. فده اللي كيمبو بنحاول نعمله في السوق دلوقتي، بان احنا نعمل حته المسابقه وان احنا نوصل بيها للعالميه. يعني احنا كيمبو بره مصر دلوقتي، ايطاليا ابتدوا يتكلموا معانا ان هم عايزين يعملوا كيمبو يو كي، سوري باريستا كلاش يو كي، باريستا كلاش اماريتس، باريستا كلاش كذا، وييجوا يصفوا في مصر. فاهم الحاجه؟ فتبقى دي مسابقه عالميه احنا سجلناها الحمد لله بس باريستا هو فعلا كلاش. كان في حد من كيمبو ايطاليا كان موجود في المسابقة. مم. فان انت بقى تعمل التصفيات دي وترجع تعملها في مصر دي لوحدها قصه تانية. طبعا. يعني لو وصلت للعالميه بيها ان انت عندك بقى باريستا كلاش باي كيمبو وعملت لها بقى على مستوى العالم ودنيا، دي حاجه تحفه. مم. تبقى انت موجود كمان على سوق القهوه العالميه في مصر. يعني انت كمصر بقى ليك اسم في السوق العالمي. فاهم. دي اللي بنحاول نشتغل عليه دلوقتي على فكره. عاملين تيم ماركتينج ما شاء الله مرعب، يعني شغال السنه دي على ايديا ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكسر الدنيا. باذن الله. طب قول لي بقى، ناوي تاخد كل ده فين بقى؟ يعني انت كده ايه بقى رايح فين؟ كمين كمحمد ككله كرايم. بقى، ككورايم بقى اللي هو كيمبو كرك كيكه سياحه. سياحه. آه مش هقول لك ان انا عارف، لان لا، يعني فيجن. لو انت بتتكلم كفيجن انت عايز توصل للعالميه. يعني اول حاجه انك توصل بالبراند بتاعك اللي هو المصري بقى اللي هو كرك بوي للعالميه. دي بالنسبه لي هيبقى اكبر نجاح انا حاسس بيه. يعني احنا عندنا نجاحات تانية اللهم لك الحمد كعيله انا واخواتي، ان احنا داخلين في فنادق دلوقتي في نايل كروزز بنبنيها مثلا، ببنيها من الصفر على فكره يعني. نايل حاجات زي كروز. كده وماضيين مع ماركات عالميه زي هيلتون زي مش عارف مين الكلام ده كله. في براندز جديده تبع الهيلتون جايبينها احنا مصر لاول مره تخش مصر والشرق وافريقيا سوري. يعني هتشوفوا قريب. ده فندق تحت الهيلتون اول مره يخش في افريقيا ومصر. حلو. بس فكره ان انت بقى اللي باني العلامه بتاعتك وتوصل بيها انها تبقى اورجانيزيشن وتطلع تفتح في السعوديه، تطلع تفتح في الامارات ومصر هي اللي بتدير، تطلع تفتح في لندن، تطلع تفتح في نيويورك وتبقى براند عالمي. هي دي ممكن احنا خطواتنا تقيله فيه شويه
بصراحه. يعني انا بقى لي 4 سنين ونص، بس احنا حابين نتقلها عشان لما اطلع على الهادي، اطلع دنيتي خطوات طويله بس بهدوء حلو. ده اللي نفسي اوصل بيه كفيجن في مجال الاف ام بي بالذات. بس في مجال السياحه بقى مش عارف، احنا عيله بتحب الخدمه شويه، يعني بنحب نشوف الفرحه على الناس. والله مش حاجه بس يعني دايما بنحب موضوع ان احنا نشوف سياح جايين مصر يتبسطوا، بنتبسط قوي يعني الحته دي. وناس كتير في الهوسبيتاليتي علموني الفكر ده، ان انت العميل اللي جاي ده هو عايز يعيش ملك زيك انت بالظبط. لما تيجي مسافر انت مش عايز اي حاجه تعكننك خالص. فان انت توصل بقى في السياحه في مصر في الجزء ده اللي بنحاول نشتغل عليه، بان احنا بقى نقدم الفندق، نقدم الترانسبورتيشن، نقدم الولد اللي بيقابلك في المطار شكله عامل ازاي، بالكلام ده كله. ده اللي بنحاول نوصل له جوه السوق المصري. ماشي، لو هقول لك لو هقول كرايم حاجه، يبقى كرايم ايه بقى؟ يعني كرايم ايه في البراندات دي؟ آه، هو يعني اللي طالع عليا في السوق هو كرايم ملك القهوه، مش عارف ليه. بس ماشي. يعني مع اني مش للدرجه دي ولا كرايم كرك؟ لا، بكر كرك بكر كرك. بصراحه. بكر كرك. لا، انا في جزء القهوه شويه يعني. لما اتعرفت هو ده اول حاجه اتعرفت بيها، مم. فبعديها جت كرك. لكن لو هتتكلم الكرك بوي هو بكر. مم. دايما نقول له كده البوي بتاعنا هو ده، البوي جه كرك اهو. كرك اه بكر. لكن كيمبو انا بحب الاسم ده ملك القهوه شويه. دايما بقى شيف صلاح يقوله لي دايما، كذا حد، ابو سمره. بحس ان بروق لهم دماغهم، عارف. دي حقيقة. اه فدي لطيفه. والله انت نورتنا جامد. ثانك يو والله. اتشرفت بيك النهارده، كنت مبسوط اني معاك. والله ده شرف ليا. انا مبسوط جدا ان انت خدت راحتك. خدت راحتي قلت يعني. ولا مش قوي؟ لا لا، تمام. حاسس تمام. انت مش قوي. ليه تمام ده؟ يعني. اه قلت كل عايز حاجه تقولها في الاخر كده لا لا، تمام زي زياده الفل. مثلا. المهم ما تسالش اسئله، يعني ما تقوليش بقى ايه الثلاث حاجات اللي عملتهم مش عارف. انا كده زي لا، ما احنا الفل. قلناهم في النص. طب حلو احنا تمام. قلنا كل الحاجات اللي احنا ما انا قلناها. بقول لك، انا بقلق من الاسئله المفاجاه اللي هو ايه، تعالى يا كريم احنا ايه اللي كسبته من الموضوع ده، ليه بما تفسر وعلل، والاسئله اللي كنا بنقعد قدامها الوجوديه في الامتحان دي ما بعرفش، فاهم. كوبايه كرك ولا كوبايه قهوه؟ كوبايه كرك ولا كوبايه قهوه؟ يعني لا، هقول كرك. كرك. ابن الذين برضه، فاهم، مسيطر. لا، عزيز برضه. اللي بنيته ابنك على ايدك صعب. طبعا. مم. انتوا والله نورتنا جدا. شكرا والله. واتمنى ان تكون الناس انبسطت وسمعت، ويعني اخذت معانا رحله في من سياحه لقهوه لكرك لكيكه. يعني احنا كنا المفروض نتكلم عن حاجه اكتر، بس انا يعني مش هخليها الحلقه تانية، او يعني يكون بقى هي كبرت شويه كده وبالله ملامح وشوفنا بقى حاجه ودقنا وبتاع. اكيد اكيد. اعتقد هتبقى حاجه جامده، قريب قوي ان شاء لان الله. البوادرها حلوه. الحمد يعني لله. الحمد لله الملكي اللي انتوا عاملينها دي حلوه جدا، مختلفه، مش زي اللي موجودين في السوق، اغلب اللي في السوق. و... ولما بتعدلوا فيها بتطوروا فيها بتطلع حاجه حلوه فعلا. فانا متحمس الصراحه اشوف براند هيروح لفين، يعني متحمس، ومع الشيف بقى الجامد اللي جاي لا لا، هتشوف حاجه مختلفه. واوعدك يعني اول فرع هيفتح هتيجي تجرب حاجه والله، مش شكرانيه، بس هتيجي تجرب حاجه مختلفه تماما عن في السوق المصري. ماشي. هنشوف هتشوف باذن الله. هنلعب لعبه حلوه. شكرا يا شكرا يا عمرو. ريس. شكرا لذوقك. حبيبي. لو عجبكم الحلقه طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفولو على الفيسبوك وفولو على الانستجرام. وقولوا لنا حابين يعني تشوفوا ايه الفتره الجايه. يعني هنحاول يعني نتطور ونتوسع ونخوض في عالم الفود اندستري والكيف الجميل. واهم حاجه الجرجش اللي فيه اي حد جرجش، يعني مهم نتكلم فيه. بس كده. كان معكم عمرو شريف محمد قريب. ومن قناه عمرو شريف، وسلام. شكرا. السلام عليكم.